في اوقات كتير اصلا انا ما زلت بشتاق لصنعتي اللي والدي الله يرحمه علمها لي في المصنع بتاعنا، ووقفتي على المكنه بشتاق ليها. انت عارف اللي هو بتحب احس في لحظه وانا قاعد كده ان انا عايز اقوم دلوقتي اشتغل. بس شريحه كبيره من الناس عايز يعمل موقع اي كوميرس، موقع زي نون زي امازون، يلا بينا منتجات اد تو كارت، خلاص ال5 6 صفحات اللي بره دول مش تقليلا منهم، بس احنا بنتكلم عايزين نفوكس على الجانب الاخر اللي هو الاكبر. الباك اوفيس مرعبه في الاي كوميرس طبعا. تمام. فايه انواع الانظمه او الموديولز اللي موجوده جوه سيستم الاي كوميرس وبتعمل ايه؟ يعني في مشاكل انا بحب الشخص اللي كل شويه له مشاكل. بحب الشخص دايما اللي عنده وقعت في حد ده كده. طبعا يعني طبعا انا خدت بقى التجربه بتاعه الربح على الانترنت دي. كل ما ادخل امشي مش شغاله مولانا، مش جاي امشي ورا الفيديو اللي بيتقال، ما بقف عند مرحله ما فيش بقى مش لاقي التكمله بتاعتها، فدور كتير ما فيش لحد ما لقيت الجزء، رحت اتعلمت خدت الكورسات، فاصبح ان انت هنا بتلعب في حته محدوده او حته فيها بعض المشاكل. دي اول حاجه. يبقى احنا التوزيع الجغرافي للمحافظات في جمهوريه مصر العربيه دي مشكله، سبب من الاسباب. لان انا مثلا النهارده المندوب عشان يدخل قريه في الصعيد ما بين كل قريه وقريه قد ايه، وعشان يدخل جوه ممكن يخرج ولا لا، وهيخرج ازاي، وهيدخل من انهي حته، يعني هيدخل من انهي شارع ويوصل لانهي بيت، ويخرج ازاي. ما فيش ستراكشر هناك، ما فيش بنيه تحتيه. يعني الناس مفكره ان هي كلها مدن واحياء. لا مش الكلام ده. احنا بنتكلم في قريه، البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، ومفيش ارقام. الموظف يدور ان هو يهاك السيستم، عايز هو فاكر ان هو عايز يريح دماغه، عايز يشغل دماغه، خلاص هو عايز يريح دماغه. فهو لما فهم سيستم كويس قوي لقاله ايه سك. في الحلقات اللي فاتت من البودكاست اتكلمنا عن التصميم مع ناس شغاله في التصميم بايديها او خبراء في مجال التصميم بشكل عام كيوزر اكسبيرينس او كبرودكت ديزاين. المره دي هنبدا نتكلم من ناحيه تانية، فكره العميل نفسه بيبقى شايف الموضوع ازاي، خاصه لما يكون العميل متمرس في المجال بتاعه، وخاصه اكتر في مجال هو من اكتر المجالات طلبا للناس اللي بتشتغل في اليوزر اكسبيرينس بشكل عام، وهو الاي كوميرس. هنتكلم عن كل الانظمه اللي موجوده في الاي كوميرس، العميل محتاج ايه، اليوزر اللي في الاندستري دي بيكون محتاج ايه في المنتجات اللي هو هيستخدمها او في التصاميم اللي هو هيشتغل عليها. وهيكون معانا النهارده كريم حسين او كريم تركي. ازيك كريم، عامل ايه؟ اهلا بيك حبيبي، نور الدنيا والله. الله يبارك فيك حبيبي، الله يكرمك. احنا نعرف بعض بقالنا سنتين تقريبا او سنه ونص تقريبا سنه ونص تقريبا. كانت حسنه في وسط سيئات كتير الحمد لله. يعني يمكن هي بجد كانت الحسنه الوحيده في الاكشن المشروع ان احنا اشتغلنا مع بعض. ده حقيقي. وسبحان الله يمكن انا ما كنتش لما بدات المشروع ده ما كنتش اعرف ان انت اللي موجود فيه، وانا مش بأصر اقابل العميل قوي يعني غير لما يكون في مشكله، بس هي جت صدفه ان لا انا عايز اقابل صاحب الشغلانه. الكلام ده كان بالنسبه لي ضحك. أيوه. فمنها يعني انا مبسوط ان انا عرفتك ومبسوط ان انت معايا النهارده. وانا اكتر والله حبيبي، ربنا يكرمك. فخلينا الاول بقى الناس فكره انها تتخيل ان في كلاينت هو اللي بيتكلم عن التصميم او عن دوره او عن البرمجه او كده، او ان انت ملم بالحته دي. نبدا الاول بقى كريم، وجاي منين؟ انا جاي من بعيد قوي. ما انا عارف. انا عارف والله، بس هم عايزين يعرفوا بقى تقريبا. والله انا كنت اصلا بعيد تماما عن مجال او الاندستري بتاعت الاي كوميرس. عظيم. تماما. كان شغلي كله على الارض في التصنيع مع والدي رحمه الله عليه من الصغر، يعني في التجاره والتصنيع. دخولي للمجال حصل كده قدرا يعني. ده ما كانش مرتب خالص. هو بس كان الموضوع من البدايه ان انا كنت في وقت ثوره الربح مع الانترنت، فاللي هو كيف تربح من الانترنت بقى، هي دخلت من هنا، اللي هي فكره انا بدور ازاي اكسب. تقريبا انت الوحيد اللي خدت السايكل التقليديه يعني. تقريبا يعني ماشي. انا مش فاهم بقى، انا مش عارف حاجه. انا كان كل الشغل عندي على الارض، بس البيز بتاعي كله على الارض، تصنيع، تعامل مع الصنايعيه، ازاي اسعر منتج، ازاي ابيعه في السوق، كل الكلام ده والدي الله يرحمه كان هو اللي بيعلمني الكلام ده. وانا كبرت لقيته بيعمل كده. فكره بقى ان انا اشتغل حاجه ما يبقاش فيها مجهود بدني، ولان الصنعه بتاعتنا احنا كنا شغالين في الادوات المنزليه. والكلام ده كنا بنتكلم، انا بدايه شغلي، انا مواليد 90، بدايه شغلي مع والدي 97. وانا صغير يعني. فانت جاي الموضوع من تحت قوي. فاللي هو شغال معاه من البدايه. فالشقه والتعب جزء من شخصيتي، جزء من اللي احنا اتكوننا عليه. ففكره بقى ان انا اتحول من فكره المجهود البدني اكتر والقوه العضليه اكتر، ان انا يبقى لا في موضوع تاني، يبقى
بتعامل اونلاين، الموضوع فيه اختلاف ماركتنج. هو ده بيجيب فلوس؟ حاجه كده يعني. اصلا الموضوع يعني فضلت مستمر مع والدي فتره من الزمن لحد بقى ما وصلت لمرحله اي شاب تقريبا بيحب يوصل لها، اللي هي لا انا اعيش في جلباب ابي. عايز اطلع اشوف الدنيا بتقول ايه. حلو. عايز يبقى ليا كارير. طلعت اشتغلت مندوب مبيعات. كنت نزلت بوست عندي كده ان انا اشتغلت مندوب مبيعات اوت دور. كنت ببيع تي شيرتس حمالات. كان عندي تقريبا 17 سنه، تقريبا 17 18 حاجه كده يعني. عظيم. وكانت الشركه في وكاله البلح. تمام. وكانت طبعا الاعلانات وقتها كانت بتبقى على عواميد النور، وظيفه بمرتبات مجزيه 1500 جنيه. ماشي. طبعا. وفعلا كان مرتب كبير وقتها. رحت واشتغلت، كنت بحقق تارجت، كنت بعمل فلوس انا ما كنتش متخيل ان انا اعملها. يعني انا كان مثلا في اليوم ممكن ارجع في اليوم ب 100 جنيه وب 70 جنيه وب 80 جنيه. ده صافي ربح محترم. ده قوي جدا. بالظبط. بتكلم لسه شاب عندي 17 سنه. انتقلت من والى، واحنا بنتكلم ان المرتب المجزي كان 1500 جنيه بالظبط. فانا بروح ب 80 و100 جنيه فالدبل. وكان طبعا يعني 100 جنيه تعمل حاجه. بالظبط. تعمل حاجه كبيره. بالظبط. اشتغلت في الموضوع شويه، حبيت موضوع المبيعات. والله الناس كانت دايما تقعد تقول لي في وشك قبول، انت شكلك كويس تعالى هنشتري منك. ما كانش ترتيب ولا علم ولا شطاره ولا بتاع. هو الناس كانت بتشتري مني اللي هو شكل ابن ناس تعالى. ماشي. مش عارف ازاي. ماشي. فبدات بقى اشتغل في موضوع المبيعات. حلو. الخلفيه بتاعتي طبعا خلفيه ان انا متربي صاحب مكان، انا ابن صاحب المصنع، فانا عيني على البيزنس. مش هينفع افضل موظف. انا حتى كنت حد كان بيكلمني من فتره بيقول لي يا عم لا، انا موظف الكونفرنس. قلت له مش هينفع، انا ما اقدرش. يعني انا لو جالي وظيفه في مكان ما، اي مكان، والمرتب عالي، انا مش هقدر. اوكي. يعني مش هقدر ابقى يعني، ودي مش عيب ان حد يبقى موظف، لا هي شخصيات، بس انا مش قادر. ما بقدرش ابقى في حته كده متحجم فيها. ايوه انا عايز ابقى انا صاحب الشغلانه بدورها. دي حاجه للاسف انا اتربيت عليها. يعني ليه بقول للاسف؟ لان احيانا لا، انت محتاج يعني تحجم نفسك. محتاج تبقى موظف بالظبط في بعض الاحيان. ودايما صاحب البيزنس اصلا في الاصل هو موظف. يعني هو في بدايه اي طبعا في بدايه اي مشروع صاحب البيزنس هو موظف عند الشركه. ومش بس كده، هو موظف اللي هو ابن الشركه فعلا حرفيا. هيشتغل 12 و16 ساعه. بس الفرق ما بينه وما بين الموظف العادي ان انا بشتغل في مالي وبشتغل بكل حب، وان انا عايز اوصل لحاجه وعندي تارجت معين عايز احققه، فده بيصب عندي انا. لكن الموظف العادي هو راجل جاي بيأدي مهام قدام قيمه مقابل سعر وخلاص تكلفه. يعني موظف عادي بالظبط. قليل لما نلاقي بقى حته اللويالتي والكلام ده بيبقى ليها خطوات تانية. اشتغلت في موضوع السيلز شويه. عجبني يعني، وكنت ماشي فيه سالك فيه كويس جدا. حلو. في النص دايما انا كان عندي طموح، انا بحب اعمل حاجات كتير مع بعض. ماشي. فانا عايز اتاجر. انا من صغري والدي كان بيعلم التجاره. وانت بياع دلوقتي. فانا عايز اتاجر. بقيت اجيب ملابس. الكلام ده ما قلتوش كتير. بقيت اجيب ملابس واقف في اسواق وافرش. حلو. افرش في الارض حلو. وبيع عادي، وكل يوم اكسب لي 200 300 جنيه. تحفه. عادي جدا. كنت واقف في سوق في العباسيه، ولحد وقت قريب يعني من 6 سنين مثلا ولا حاجه. 5 سنين حاجه كده يعني. ووقت كورونا كنت بنزل اوقات عادي. في عز ما انا كنت شغال وبعمل، بس كنت احب انزل في اوقات كتير. اصلا انا ما زلت بشتاق لصنعتي اللي والدي الله يرحمه علمها لي في المصنع بتاعنا، ووقفتي على المكنه. بشتاق ليها. انت عارف اللي هو بتحب احس في لحظه وانا قاعد كده ان انا عايز اقوم دلوقتي اشتغل. عايز اقوم ادور المكنه واجيب الشغل واشتغله. فدايما كل فتره بحب ان انا انزل اشتغل بايديا عشان اشعر ان انا ما زلت موجود يعني. حلو. انا ما زلت ايوه انا لسه على يعني لحد ما جه في وقت من الاوقات كده شفت اعلان لكورسات للاعلانات الادز على المنصات بقى جوجل ويوتيوب ومش عارف ايه الكلام ده. طبعا انا خدت بقى التجربه بتاعه الربح على الانترنت دي. كل ما ادخل امشي مش شغاله مولانا. مش جاي مش جاي امشي ورا الفيديو اللي بيتقال. بقف عند مرحله ما فيش بقى. مش لاقي التكمله بتاعتها، بدور كتير ما فيش، لحد ما لقيت الجزء. رحت اتعلمت، خدت الكورسات. كان عندي خلفيه اصلا ان انا كنت بقعد اتفرج على فيديوهات كتير وعايز افهم ايه هو الاي سي او بقى، وايه بقى مش عارف السي بي اي، وايه مش فاهم الكلام ده كله. واجيب فلوس. انا عايز فلوس. عايز اعمل حاجه. انا عايز ادور اللي يجيب فلوس. انا عايز فلوس انزل على الراوتر. عايز فلوس.
دخلت الموضوع مشيت فيه كويس جدا، اشتغلت ميديا باير. دايما ببص على الموضوع من عقليه انا هعمل بيزنس بده. طبعا اخطاء كتير بقى طبعا مشاريع كتير بقى طول الفتره دي. انا بختصر يعني، في مشاريع كتير طول الفتره دي حتى وانا سيلز والكلام ده، بتقع وتقوم وتقوم كل يوم. خسائر كتير وما زلت يعني. انا لحد فتره قريبه انا كنت خارج من شراكه بالسالب مش بالصفر. انا عارف، فعادي تمام. اللي هو بس الفكره ان وقعت وقمت وقعت وقمت وقعت وقمت. دخلت في موضوع الميديا باينج، اشتغلت شويه واشتغلت كمان في السعوديه واشتغلت في مصر واكتسبت خبره كويسه جدا. كنت دايما طبعا الوقت ده ما كانش فيه محتوى زي الناس، كان المحتوى كله اجنبي، فبقيت اشوف الكورسز اللي موجوده بره. طبعا واعتراف برضه انا ما كنتش بشتريها، انا كنت بنزلها مع التورنت. ماشي. اصل ما كانش فيه يعني، ما فيش ان انا اشتري، وما فيش الثقافه دي وقتها عندنا، ومش عارفين نعمل ده، وخايف ادفع فلوس ما تجيش. اوكي. وخايف ادفع فلوس لحد ينصب عليا. ايوه انا مش فاهم حاجه. فهنا ممكن تعمل داونلود تنزل كورس. اوكي انا هنزل كورس، يلا بينا. يلا انا مش فاهم حاجه بقى، وانا خايف ادفع. ف يعني اتعلمت، اشتغلت شويه كويسين، وفرق معايا بشكل كبير جدا. بدات انتقل للمرحله اللي بعدها. كل ده وانا شغال سيلز، يعني انا اشتغلت سيلز وجنبها ميديا باينج. انتقلت عايز افهم بقى انتوا بتعملوا ايه. انا بعمل اعلان بس وبيجيب نتائج كويسه، بس انا مش عارف الدايره ماذا بعد بتمشي ازاي بقى. انا ما ارتاحش بقى غير لما اعرف تمشي ازاي. فكنت شغال اصلا وقتها، انا كنت باخد مرتب محترم جدا، وكنت واصل لمانجيريال ليفل كويس جدا في السيلز. عايز اوصل، انا عايز افهم، انا عايز افتح بيزنس، عايز انجح في حاجه. عايز انجح في مشروع بتاعي انا، بعيدا عن صنعه والدي برضو اللي هو انا لازم اثبت له ان انا قادر اعمل زي ما هو عمل. تمام. فانا مش مسنود عليه، ده طبعا كان فكري وقتها. عايز افهم بقى بيعملوا ايه. فسبت السيلز خالص، سبت الوظيفه ورحت قدمت على وظائف في الشركات اللي شغاله في الاي كوميرس. ماشي. قدمت على وظيفه ايه؟ مودريتور برضو من تحت تاني. ماشي. عايز افهم، انا عايز ادخل الشركه انتوا بتعملوا ايه. حلو. ما انا مش فاهم حاجه. ماشي. مش عارف انتوا بتعملوا ايه جوه، انا نفسي افهم. فالحمد لله ربنا وفقني اختصارا يعني الحته دي عشان حصل فيها احداث كتير. ربنا وفقني واشتغلت في براند ما. كان حظي الكويس ان المكان اللي احنا شغالين فيه والمخزن في نفس المكان. تحفه. فاللي هو انا كنت بشوف، فده ملعبك بقى، بشوف السايكل كله بقى ماشي ازاي. فاشتغلت في المودريتور شويه، عملت علاقات مع اصحاب البراند اصلا، مع الناس اللي موجوده، اتعلمت حاجات كويسه. قعدت مثلا 3 أو 4 شهور، فهمت بس كده صوره عامه للموضوع ماشي ازاي في حته المودريتور او مودريشن، وحته ان انا برد على العميل ازاي وبكلمه ازاي. وانا عندي باك جراوند ان انا شغال سيلز بالظبط، بس بعمل ده ازاي بقى اونلاين وميكس ما بينه وما بين الادز والكلام ده ما كانش عندي فكره عنه. لحد ما رحت هناك فهمت السايكل ماشيه ازاي في الحته دي. حلو. ينقصني بقى الجزء بتاع المخازن، الاوبريشن بقى. هو الاوبريشن كله الحته دي، بس المخازن شويه مش فاهم انتوا بتعملوا ايه. انا شايفهم عمالين يسكانوا ويعملوا وبتاع، في حاجه غلط. انا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه بقى، ومش هينفع ان انا ادخل اتدخل في شغلهم وكده. كنت بفضل قاعد بعد ساعات الشغل اتفرج عليهم. عايز اتعلم اكتر، عايز افهم. خلاص سبت الموضوع ورحت اشتغلت اعمل في مخزن تاني. ماشي تمام. اشتغلت في مخزن 3 شهور تقريبا. رحت من غير CV من غير اي حاجه. انا جاي اشتغل. ماشي. انا جاي اشتغل تمام. عايز افهم بقى. فاشتغلت في المخزن، فهمت كتير جدا من اللي بيحصل. بقيت اربط بقى المواضيع ببعضها، الفلو كله ماشي ازاي. اقعد اسمع دايما مشاكل الشحن، شركه الشحن عملت كذا، يا ده مندوب مش عارف ايه. انا مش فاهم برضو. ما انا عايز برضو افهم الكلام ده كله. اصلا في وقت ما كانش فيه النو هاو بتاعت الموضوع، ما حدش كان بيطلع يتكلم فيها، واحنا كنا كلنا على الله مش فاهمين اي حاجه خالص. احنا لسه اي مصدر تتعلم منه حاجه، مفيش، مش لاقي حاجه. كله بره مصر، وطبعا اللي بره مصر حاجه واللي جوه مصر حاجه. اللي بره مصر هو البيست براكتس، بس جوه مصر احنا لسه خام. طب انا عايز افهم. فطلعت اشتغلت مندوب على رجلي مع واحده كانت بتشغل مناديب معاها في المنتجات بتاعت ماي واي، البرفيوم والكلام ده. عارفها. كان عندها مخزن في امبابه. كنت بنزل هناك واخد ال10 20 اوردر واروح ان انا اوصلهم للناس، لحد ما قلت انا عايز اعمل اول تجربه. عملت اول تجربه وفشلت الحمد لله، فشل ذريع. الحمد لله. دايما نقول لك كده. لا ما كانش عندي مشكله، كنت داخل عشان اخسر. ماشي. داخل انا مش فاهم حاجه، داخل اخسر.
انا قبلها اصلا كنت عامل حاجه افيليت كده صغيره، تسويق العموله مع البراند اللي انا كنت شغال فيه. تمام. كنت بدخلهم شغل كويس جدا، فطمعت. يعني انا قلت انا لم اكتفي بالقدر ده، قلت طب انا اعمل المصلحه على نفسي. فلما طلعت، هو انت مين بقى؟ انت مين عشان التاجر ينزل لك بضاعه اساسا؟ فده كان اول درس. انت مين بقى؟ امم انت اسمك ايه في السوق؟ مين عارفك؟ مين هيخاطر عشان يجي ينزل لك بضاعه في مخزنك وهو ما يعرفكش اصلا؟ ده اول درس تعبت فيه جامد. تمام. مش بالضروره عشان خاطر انت كنت بتدخل المسوقين يدخلوا عدد كبير في البراند اللي انت كنت شغال فيه، ان انت لما تشتغل بنفسك تدخل نفس العدد. بالظبط. ممكن تبقى انت موظف بس مش صاحب شغل. ده تاني درس. لا كمان الموظفين المسوقين مش هيثقوا فيك. او ان انت المنتج اللي عندك مش هو نفس الاختيار بتاعهم. تاني وتالت درس. ففشلت في التجربه، طلعت منها شويه دروس، قلت لا لسه انا عايز اتعلم تاني. رحت عملت بارتنرشيب مع حد كده، هو عنده هو شغال في الجزء ده، وانا دخلت معاه بالمسوقين. كان عندي طريقه كده الناس بتعملها دلوقتي، يعني الطريقه دي كنت انا ابدا اعلم الناس اللي مش فاهمه اي حاجه اللي هم يشتغلوا مسوقين واخليهم يشتغلوا معايا. فانا كنت بكسب الناس دي ليا. حلو. فانا كان يعني كان موضوع الاعلانات ما حدش كان يعرفه. كنت اعمل بقى ميتينجز وعلى زوم وادخل اعلمهم وافتح الداشبورد وانت ازاي بتعمل اعلانات وبتمشي كذا وبتمشي كذا وبتمشي كذا. حضرني بس حاجه، كل واحد يجيب تحت واحد وواحد يجيب تحت واحد. شجره. هي نفس الموضوع كده. فالموضوع وما فيه ان انا كنت بعمل الموضوع ده عشان كده، عشان الناس دي خلاص انا علمتك. أيوة واديتك حاجه يعني تكسب منها، فبالتالي انت تقريبا هتشتغل معايا في الغالب. هتشتغل معايا في الغالب، وهيكون في انتماء شويه، في كوميتمنت. وبصراحه ده حصل بشكل كبير. وحتى مع البراند، احنا البراند ما كانش قادر يكفي على الاوردرات بتاعتنا. احنا كنا بنطلع قد ما هو بيطلع مرتين ما شاء الله. وكان حاجه كويسه. البراند ما زال موجود اصلا وكبير في السوق يعني. لما انا جيت اشتغلت ما ظبطتش برضه، ما اشتغلوش معايا. ليه؟ عشان ثالث او رابع درس اتعلمته، المنتج اللي انت هيعجبك انت مش بالضروره يعجب الناس. ماشي. فرايك خده كده وحطه في كيسه سودا وارميه في الزباله وشوف السوق عايز ايه. احتياجات مستخدمين بالظبط بالبلدي كده. لحد بقى ما ربنا كرم واشتغلت مع شخص تاني جد بالمسوقين بتوعي، واشتغلت عملنا يعني انفراجه كويسه جدا. وبعد كده كنت عايز اسافر بره مصر، ما حصلش، ما توفقتش. فتحت بقى اول مشروع شهبندر اللي انا قابلتك فيه. لا، شهبندر كان قبل ده. شهبندر كان سيستم افيليت، تسويق بالعموله. اشتغلنا، عملنا الحمد لله شغل كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. طلعنا في وقت صغير جدا بقينا من التوب 5 ما شاء الله موجودين في السوق. وبقى لينا اسم، والواحد الحمد لله يعني توفيق عند ربنا سبحانه وتعالى ان هو وفقه ان يبقى سيرته كويسه في السوق مع الناس. التعاملات الماديه فيها نزاهه واحترام. خدنا ناس ما كانتش تفهم حاجه في الشغلانه، دخلناها الشغلانه وعلمناهم وفهمناهم الدنيا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ربنا جعلنا ليهم باب رزق. فربنا اكرم كرم كبير جدا جدا. دخل معانا بعد كده شركاء. ماشي. بعد ما دخلنا الشراكه اشتغلنا شويه وبعد كده فضينا. الفض كان جه بشكل مش لطيف شويه، حصل بسببه يعني مشاكل، بس ده كان درس من الدروس اللي اتعلمتها. ماشي. يعني كان في دروس كتير بقى في قلب الشراكه دي كده اتعلمتها. حلو. بعد كده حصل هزه، وقعت شويه، قعدت شويه، اشتغلت الدنيا واحده واحده. طبعا كان حاجه بتعملها 3 افراد بقى يعملها فرد واحد. بقى تمام. الموضوع صعب جدا لما الشراكه اتفضت. طبعا تمام. الموضوع صعب جدا. اشتغلت على نفسي شويه. طبعا طول الفتره دي دروس 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 دروس، عمال اتعلم. انت بتحاول تبني بيزنس. انا عمال اتعلم بس. انا كل ما اغلط بقى اقعد احاسب نفسي. انا كان عندي كده جوجل فورم عامله، اي غلطه بغلطها بكتبها في الجوجل فورم ده. اي غلطه، عشان اجي كل فتره كده اقعد اشوف بقى البلاوي اللي انا عملتها. والغلطه كان الفورم بتاعي كده الغلطه والاثر، الغلطه والاثر والسبب، الغلطه والاثر والسبب. حلو جدا. واقعد اشوف انا غلطت في ايه عشان ما اكررش تاني. خدت دروس محترمه جدا يعني. شاركت حد تاني. ماشي. طبعا اتعلمت من الاخطاء الاولى، اللي هو دعونا ننسى اخطاء الماضي ونصنع اخطاء جديده. صنعنا اخطاء جديده. ودي كانت اخر شراكه يعني دخلتها، وكان طلعت منها بالسالب. الحمد لله. لكن الموضوع ده ما كانش بالنسبه لي اي عائق اطلاقا. موضوع ان انا اخسر ده ما عنديش اي اشكاليه، بالعكس. انا حاسس ان وشي كان فال وحش عليك. لا خالص والله.
المشروع اللي احنا اشتغلنا فيه، انا باي ذا واي احنا يعني اليو اكس واهميته الموضوع، انا لما بنيت سوفت وير للشغل بتاعي واتكلمت عن الموضوع ده كذا مره، بنيته من على الارض. احتياجات حقيقيه. ما هو ده بقى حقيقية. اللي احنا هنجيله الحته اللي جايه دي. انت ازاي ربطت ما بين، يعني ازاي قدرت تبني سيستم وتبقى واصل لحته التكنولوجي، ان انت يعني انا لما دخلت اتكلمت معاك وانا بنتكلم في ريكويرمنت، انت مش صاحب بيزنس، انت واحد مشمر وايدك في البيزنس، الحمد لله. عارف احتياج اليوزر وهو هنا هو محتاج يضغط على ايه، عارف الاكشن اللي هنا، عارف في المخزن انا محتاج ايه البروسيس، عارف الفلو اللي همشي فيه، عارف الخطوات، كل حاجه. ازاي اتبنى السيستم الاول او الاكبر بقى اللي هو مش الافيليت بس، سيستم الاداره؟ طيب هو الموضوع يعني جاي برضو من عند والدي الله يرحمه. يعني دايما انا بشوف ان الاب ليه دور في تعليم الابناء، سواء بان هم بيشوفوا هو بيعمل ايه او بيقول لهم ايه. انا والدي لما نزلت معاه في الصنعه كنت بادئ صبي. صبي في المصنع زي اي صبي لحد ما بقيت صنايعي. تمام. ولما اتعلمت ما علمنيش صنعه واحده، علمني يعني كل مكنه هي صنعه، فعلمني كل المكن الموجود. فده بقى كونسبت عندي. عشان كده قلت لك انا عشان ابدي بيزنس انا عملت ايه؟ اشتغلت ميديا باير، لفيت كل الشغلانات الاول، لفتها. عايز افهم انتوا بتعملوا ايه. حلو. عايز ابقى صبي. انا ما عنديش مشكله ان انا ابقى اي شغلانه جديده بدخلها في حياتي كلها، انا ما عنديش مشكله ان انا ابقى صبي، اتعلم من حد اصغر مني كمان، ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده، ما دام هو اعلم مني وعنده فهم اكتر مني وعلم اكتر مني، مش مشكله ان اقعد تحت رجليه واتعلم. تمام. ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده. فهي كانت الحته دي ان انا اشتغلت كل حاجه بايديا، ولكن كان دايما عندي حاجه عايز اوصل لها، لان انا برضو من ضمن الرحلات يعني ما ذكرتهاش ان انا دخلت شويه في موضوع البرمجه، اتعلمت شويه بس ما لقيتش نفسي فيها، ودخلت في الديزايننج وما لقيتش نفسي فيه، دخلت في كذا حاجه ما لقيتش نفسي فيها، لحد ما لقيت نفسي في الفيلد بتاع التسويق، الماركتنج والاي كوميرس والكلام ده. لقيت هو ده اللي انا اقدر ان انا اعمل او اقدم فيه قيمه كويسه. حلو. فكان نفسي جدا ان انا احول الشغل بتاعي ده لحاجه قدامي ممشيها اوتوماتيك. انت عايز تعمل زي اوتوميشن كده؟ بالظبط. كنت بتمنى ان انا اعمل حاجه زي كده. 2018 انا كان نفسي اعمل سيستم. طبعا للجهل، انا كنت جاهل ساعتها طبعا، مش حد فاهم قوي في الموضوع او مش عارف الريسورس الموجوده، تتعلم، حد بيجرب. لا كنت جاهل فعلا مش فاهم حاجه. فكنت بسال انا عايز اعمل سيستم، فلا اعمله على وورد بريس. اسال حد تاني يقول لك لا الوورد بريس مش عارف هو اصلا بلوجد فما ينفعش. فانا مش فاهم انتوا بتعملوا ايه، انتوا عايزين ايه؟ طيب انا عايز اعمل 1 2 3. وهو طبعا كنت بسمع بقى ارقام كتير ومشاكل وحاجات كده كتير يعني، وتعرضت لمسائل ان انا اشتغلت شويه والمشروع وقف ومش عارف ايه واختلافات ووجهات نظر، لحد ما وصلت لحد بدا يعمل معايا الفلو. بعد اول 7 شهور طلع لنا اول فيرجن في السيستم بتاعنا. 7 شهور تقريبا. الفلو ده انت يعني خد بالك عشان دي بتبقى معضله بالنسبه لنا في اليو اكس، ان انت تبقى متخيل الفلو الحقيقي اللي هينفذ لك المهمه. مظبوط. تفهمني؟ فالجزئيه دي انت خدتها من تجربتك انت، من شغلك انت، رحت عملت اللي انت بتعمله بس خليته سيستم بالظبط بدل ما تعمله مانيوال بايدك. طبعا بالظبط. انا كان مانيوال بالنسبه لي كان كارثه. ولما كانت ايه طيب العمليات اللي بتتم مانيوال؟ يعني مثلا تحضير الاوردرات كلها كانت بتبقى مانيوال يا اما شيتات، والموضوع كان صعب. ولما حبيت انقل لسيستم، السيستمز الجلوبال اللي موجوده اللي هي بتناسب البيئه اللي بره، طريقه التشغيل اللي بره ما ينفعش في مصر. هنا احنا بنشتغل ببيزنس مودلز مختلفه شويه في الحته دي حقيقة. بره لا، الموضوع مختلف، امكانيات مختلفه، حاجات كتيره قوي. فمش عارف، فلما اشتغلت بيها ما نفعتش معايا او ما اديتش اللي انا عايزه 100%. فكان دايما ناقصني حاجات، انا ناقص هنا حاجه وناقص هنا حاجه وناقص هنا حاجه. على فكره تيل ناو يعني مثلا لما بنيجي ندخل على اي سيستم من بره ما بنلاقوش كامل بالبيزنس بتاعنا احنا، عمره ما هيبقى كامل بالظبط، او مش هو حاجه ماستر بالظبط، مفيش الريكويرمنت اللي احنا محتاجينها، فبنبدا نعدل عليه لو هو اوبن سورس بالظبط. فالموضوع ان انا بدات ارسم، فبما ان انا كنت دخلت في حته البرمجه شويه، فبقيت فاهم الناس دي برضو عايزه ايه. انت برضو متخيل. فبقيت اعمل ايه بقى لما اجي اقعد مع ديفلوبر ارسم له وافهمه انا بعمل ايه. الديفلوبر هو راجل تكنيكال في الكود بتاعه وفي الاستراكشر وفي الكلام الجميل ده كله، لكن هو مش راجل تكنيكال في شغلي. بالظبط. هو مش عارف هو هينفذ اللي انا هطلبه. بالظبط.
فطبعا ده خد مننا وقت. احنا خدنا مثلا شهر بشرح البيزنس، بشرح البيزنس بس، واحنا عايزين كذا، والشاشه دي تسمع في كذا، ولما ادوس هنا يوديني هنا، ولما ادخل الستوك بالشكل الفلاني يعمل كذا. وده كان اول فيرجن. السيستم كان ابيض يعني لما طلع. ده كان اول، انا كنت سعيد بيه. انا كنت اول فيرجن طلع لي من السيستم، انا مش ناسي الفرحه اللي انا كنت فيها. حاجه شغاله، انا كنت طلعت قماش اللي انا تخيلته اهو موجود قدامي. ثم توالت بقى مرحله التطوير في الموضوع، ولكن كان عندي خطأ للامانه لازم اقوله، ولازم الناس تخلي بالها منه. لم يكن عندي اي اهتمام باليو اكس ولا باليو اي. مش انا شغال في الشغلانه دي في بعض الاحيان ما تكونش لها اهميه رقم واحد. للاسف انا اكتشفت ان هي كانت في الشغل بتاعي مهمه جدا في الوقت، لان انا دفعت ثمنها كتير قوي دلوقتي. وانت بتأدت بقى؟ طبعا. طبعا، لان انت الحاجه اللي انت هتاجلها عشان تيجي تعمل اديت هيبقى تكلفتها عاليه جدا. اللي تعرف تعمله في الاول اعمله. طبعا. لان هتيجي، لان معرفت اللي انت سهل تعمله في الاول واهملته، هتيجي في النص بعد كده او في مرحله ما تضطر تهد، تضطر تدفع كتير قوي قوي، تنتظر وقت كبير. فطبعا وفقا للامكانيات وكل شيء، بس اللي تعرف تعمله في الاول معلش تعالى نفسك واعمله. انا النهارده انا كنت بتكلم، انا اسف لو كلامك، فكره ليه الناس ساعات بتدي اولويه لحاجات تانية غير اليو اكس. يعني لو حد هيجيب سيرفر بكواليتي معينه، ساعات بيبدي الكوست ده على خلي التصميم دلوقتي شويه، اهو السيستم ماشي شغال او كذا او كذا. ساعات في ناس بتدي اولويه بناء على ان هي ليميتد مثلا بوقت، ليميتد بفلوس بكذا. مظبوط. بس ده كان حالي في الاول بالظبط. فانا بقول لك هو ده ساعات بيبقى طبيعي. ده كان حالي في الاول. ولا انا اهم حاجه عندي ان انا اجيب اعمل اللي شغالني على الارض، مش مهم الشكل ده مش مهم بالظبط. بس انا لما جيت اعدل الشكل خد مني كتير قوي وقت ومجهود وتشغيل من تاني وفلوس، فما كانش سهل. خلينا برضو يعني ايه اصعب خطوه انت كنت بتحاول تحطها سيستم؟ يعني انت بتعملها مانيوال يعني عشان دي خد بالك احنا قعدنا شويه سنين قبل طلوع الفينتك، كان الاي كوميرس هو رقم واحد حتى في مجال التك. طبعا كل اللي بيشتغل حتى كمبرمجين اللي اشتغل على اي كوميرس ده هو مطلوب في اماكن، في شركات، اللي اشتغل كيو اكس حتى لما بيجي لك التاسك يقول لك ايه انت اشتغلت اي كوميرس قبل كده. فاحنا بنتكلم في الاندستري اللي كانت رقم واحد ودلوقتي بقت رقم 2 أو 3 بعد الفينتك والاي اي والكلام ده اللي موجود دلوقتي. فاحنا بنتكلم في اندستري انا شخصيا عملت فيها فوق 20 مشروع، انت فاهمني. الشغل فيها دلوقتي بقى سهل، دلوقتي بقى في شويه ناس خلينا هنيجي لموضوع الانظمه وانواعها، عشان في الاند يوزر سهل، بس السيستمز كسي ار ام او كاوبريشن جوه شويه معقده. فهي الحته المعقده دي بقى اللي انا جاي عشان فاهمني. ايه اصعب حاجه انت حولتها لاوتوميشن؟ اي مشكله قابلتك عشان تحولها لاوتوميشن مناسب للورك فلو بتاعك، دي بتبقى يعني محتاجه مجهود. مثالين بقى. مثالين اديك مثال مثلا حصل معانا، كان عشان خروج الاوردرات واستلام المرتجعات واستلام البضائع ودخولها وخروجها. احنا عدلنا على الحته دي على مدار 4 سنين 3-4 مرات. وفي اوقات كنا بنهد ونبني من تاني. حلو. فالفكره ان انت الموضوع بيحصل ازاي؟ بتحصل عندك مشكله، تتراك المشكله، فتلاقي المشكله مثلا بعد الفلو بتاعها هي واقفه هنا. هنا ده سبب المشكله. خلاص انا عرفت السبب كده، عرفت انا معايا نص الحل. حلو. تعال نحل بقى. يعني اول حاجه تتبادر لذهنك الحلول السهله ان انا اشوف سبب المشكله ده ايه وابدا احله. فسبب المشكله مثلا موظف، فهنبدا نحط اس او بيز، ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز، ابدا احطها واجراءات قياسيه تشغيليه، ابدا احطها ليه عشان يتعامل عليه، وابدا احط يعني ثواب وعقاب، وابدا احط بونص ومحفزات، ونبدا نقرص شويه ونشتغل شويه. بيمنع الاخطاء؟ لا، بيقللها بس. بيقللها. طب انا دايما عندي الهدف ان انا عايز امنعها او اخليها شبه معدومه، يبقى سيستم. يبقى لازم ان انا اعمل لها ترانسفورم سيستم. طب انا عشان اعمل لها ترانسفورم سيستم انا هقابل مشاكل كتير. اول حاجه انا لازم اخليه الحل ده والسوليوشن ده مناسب للورك فلو بتاعي، ويكون كومباتبل مع اللي موجود بالظبط كده، عشان ما يهدش من تاني. هياخد مني وقت كبير وفلوس وتجربه، وممكن تفشل ونهد تاني. تاني حاجه مقاومه التغيير عند الموظفين طبعا. وانت لما بتشتغل مع بلو كولر، هو البلو كولر هم الناس اللي بتشتغل بايديها.
اللي هم الستاف قاعده الهرم، هو عنده غيه في اختراق السيستم وعايز يكسر الروتين. عايز يكسر الروتين بالظبط. فانت عشان تعملها فانت هتقابل مقاومه تغيير. يعني انت وقت ما بتطلع ابديتس جديده بيبدا بقى الناس اتعودت على القديم ونقعد بقى ننفذ. بعدين احنا سمول بيزنس، بتتكلم في حاجه صغيره، شركه صغيره، ما بتتكلمش في شركه يونيكورن ولا بتاع، لا انت بتشتغل مع ناس برضو انت صغير وهم لسه بيشتغلوا وبيتعلموا والكلام ده كله، فانت عايز تخلي الموضوع يمشي سيستماتيك. فبالبلدي كنا بنقول بغزل برجل حمار. يعني ايه؟ انا بطلع افضل كواليتي ممكنه باقل امكانيات المتاحه عندي المتاح قدامنا. خلاص. فانا عايز ان انا اعمل سيستم تمشي عليه ايها العامل الجميل اللطيف، ما تغلطش. فانا بدور على مصلحتك عشان ما ادكش جزء، وانا في نفس الوقت بدور على مصلحتي عشان انا كصاحب شركه ما اخسرش، وعايز اسرع العمليه عندي بالظبط كده. فانا عايز اخليها اوتوميشن. وانا لما يعني بقرا شويه فلقيت ان الانسان بيستهلك جزء كبير جدا من طاقته وهو مركز. ماشي. فالنهارده انت بتشتغل عندك مجهود بدني ومجهود ذهني موجود، انا بصفي لك المجهود الذهني وبقول لك السيستم هيشتغل مكانك، وانت عليك المجهود البدني. المجهود البدني الحصيله او المحصله بتاعته او الحصاله بتاعته اكبر، الخزين بتاعه اكبر من المجهود الذهني. المجهود الذهني بيرهق وبيرهقك بدني وبيخليك تفرهد، وانت لو ذهنيا فرهدت خلاص مش هتشوف. بالظبط. وانا جربت ده بنفسي، نزلت اشتغلت بايديا معاهم عشان كان في اخطاء، نزلت اشتغلت بايديا لقيت نفسي بغلط في اخر اليوم. طاقتي بتنفذ وتركيزي بيقل وبتعب. حتى احنا الواحد بقى جعان عطشان بتاع مش شايف، مش مركز قوي، مش شايف ال 42 43 والعكس. وانت بقى في مخازن وارقام كتير وعندك يعني فرايتي كتير قوي. بالظبط. فاصبح ان انا عايز اخليها سيستم. فدي كانت تاني مشكله تقابلك. ثالث مشكله ان انا اوصل اللي انا عايزه للديفلوبر اصلا. انت هنا ما عندكش حد ديزاينر، لا في بقى ديزاينر ولا برودكت مانجر ولا برودكت اونر ولا اي حاجه. انا كل دول، انت بابا وانت ماما، انا كل دول. انت بتحاول توصل المعلومه وتبسطها للديفلوبر بالظبط منك ليه على طول. فانا كان ربنا كرمني ان انا كان عندي بس معلومه في البرمجه، هي يعني ما تعتبرش الاولى، لا يعني حاجه تحت الصفر، بس حاجه اقدر اتكلم بيها مع المبرمج شويه. فكنت بقعد اشرح له واقول له انا مشكلتي 1 2 3 4. فعايز بقى حل. لا مش عايز حل، انا عايز بقى العامل لما يعمل كذا 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 يمنعه عن كذا. يعني انت كمان بتوصف له الحل؟ بوصف له، اقول له انا عندي مشكله ان انا بيطلع لي مثلا اوردرات غلط. ليه؟ عشان العامل بيغلط في التغليف. فانا عايز ان انا اعمل سيستم احط ليبل او باركود، العامل هو بيطلع الفاتوره يضرب الفاتوره فتقول له فتقول له انت المحتوى بتاعك كذا، فيضرب اللي كذا اللي جواه يقول له صح او غلط. حلو. فشرحتها له كده بالبلدي. هو قعد عمل سيرش شويه في شويه انظمه وبتاع، وهو كان عامل مشاريع وبتاع، فعم طلع لي ريزلت. كانت طفره. انا كنت بخسر كل شهر 10000 جنيه في 2020 تقريبا، 2019 2020 كل شهر 10000 جنيه. انا بقيت اكسب بخسر 1000. بقى في خطا برده، بس الخطا ده ظهر بعد 3 4 شهور لما بداوا يشغلوا دماغهم تاني برده على السيستم. ماشي. بس في اول ما عملت الموضوع صفر. لان هم مش فاهمين يهاك، هو مش فاهم يهاك السيستم ازاي. هو دايما وابدا العامل بيدور ان هو يهاك السيستم. طبعا الموظف بيدور ان هو يهاك السيستم، عايز هو فاكر ان هو عايز يريح دماغه، عايز يشغل دماغه. خلاص هو لا، هو عايز يريح دماغه. فهو لما فهم السيستم كويس قوي لقى له ايه سك بالظبط كده. فبس برضو ستيل انت بتقلل الخسائر اقل. يعني انا كان في مكسب بيروح مني او خساره مكسب لا جات لي. حلو. لقيت عندي موجوده تاني. فدي مشاكل احنا قابلناها، عشان انا ودي مشكله على فكره بنقابلها اصلا في كل ابديت. انا حتى لما عملت هديت وبنيت نظام للانفنتوري مختلف، يا نهار ابيض نص التيم تقريبا ماشي، يعني نص التيم اللي عندي ماشي بسبب ان السيستم اشتغل. يعني انا عقدت بقى الورك فلو، مش عقدتها، انا عملت حاجات اجباريه لازم تتعمل. هم كانوا ما بيعملوهاش. فكانت بتتسبب في اخطاء مش كبيره، لكن هي ستيل اخطاء انا عايز امنعها وانا عايز اكسب اكتر. تمام. وعايز الموضوع يمشي بسلاسه اكتر، ومش عايزك تفكر يا سيدي، انا عايز اريحك. فلما عملتها فهو استصعب الموضوع. طب اللي كمل بقى مبسوط جدا، لان ما بقاش في سبيل للخطا قدامه لو هو مش على السيستم. بالظبط. فريح دماغه، هو بدل شال دماغه بقى رايق والسيستم هو بيفكر. طب انت في المرحله دي تفتكر لو كان معاك حد، دلوقتي معاك تيم يو اكس ما شاء الله، يعني في افراد موجوده، فتفتكر لو هم كانوا معاك نفس الاشخاص دلوقتي بس انا هحط دي كفر على الحلقه والله بص، دورهم بيفرق معاك ازاي؟ دور اي حد فاهم ومتخصص بيفرق معاك فرق السماء من الارض. يعني النهارده مثلا لو احنا قاعدين بنصور اهو، فانا معايا حد جامد في الاضاءه، فهيبقى عارف الكادر بتاعي طالع ازاي واضاءتي عامله ازاي وايه اللي هيروح فين. حد جامد في التصوير
عارف يجيب الكادر الكويس بالنسبه لي والحته اللي اتصور منها بشكل كويس. كذلك برضو التيم بتاع اليو اكس، هو النهارده حد عامل اكتر من مشروع وراجل عنده اكسبيرينس في الحته دي، عارف يعمل يوزر اكسبيرينس ازاي، عارف يسهل لي الموضوع عليا ازاي. انا النهارده على فكره اليو اكس اللي انت عملته لي سهل عليا في الشغل كتير جدا. احنا خلصنا السيستم وبنتست عليه. انا لما جيت دخلت فرق ما بين هنا وهنا، سهوله وراحه للعين وحاجات كتير. لان برضو من ضمن الحاجات اللي بتفرق معاك في الانتاجيه بتاعتك في التشغيل ان انت عينك تبقى مرتاحه. طبعا فعينك لو مرتاحه فاعصابك هاديه فمش متوتر فشغال. فانت مبسوط بالحاجه. خلي بالك ان الموضوع برضو ليه بعد نفسي. طبعا يعني احنا لما بنيجي نتعامل مثلا حتى مع في الاوبريشنز بالذات، انت لازم تفهم السايكولوجي بتاعت البني ادم. ازاي تتعامل معاه وتفهم هو بيفكر ازاي، وايه اللي يريحه، ايه اللي يخليه رايق، ايه اللي يخليه يبقى متحمس اكتر وما الى ذلك. فهي الفكره انا النهارده لما اعمل يو اكس نضيف سموزي وحلو كده وشكله مريح للعين، اللي بيشتغل نفسه مفتوحه. ايه الحلاوه دي، فاهم؟ في اوقات الديزاينرز وانا منهم بنبقى شايفين ان العميل بيرخم علينا وانه عايز الحاجه دي وهي كده، وانا شايف ان انا بقول له مقترح وان العميل ده مش مقدر النعمه اللي في ايده. صاحب الشركه ده مش مقدر الخير اللي انا بقوله له. وفي نفس الوقت دايما بقول ان احنا ما بنشتغلش تصميم، احنا بنخدم البيزنس. بالظبط تمام بالظبط. فانت كعميل بتشوفها ازاي؟ انت خد بالك انت عميل بتدور الشغل بايدك. يعني ايدك في الموضوع. انا فاهم. بص، في حاجات انا من وجهه نظري يعني كحد بيزنس اونر او عميل لازم نصر عليها. ليه؟ عشان انا اللي عارف تفاصيل البيزنس الداخليه عندي. تمام. وفي اشياء لابد ان انا اصغي، لازم اسمع، مش بتاعتي. يعني انا مثلا اي حد بيجي لي في ديزاين، انا راجل اللي من ضمن الحاجات اللي خلتني افشل في الديزايننج او في التصميم ان انا فاشل في الالوان. انا في الالوان على الله. تمام خالص، يا ابيض يا اسود. صباح الخير. يعني انا الالوان اللي بقيت البسها مؤخرا دي كده بالحظ، نزاهه. والله العظيم بجد. اللي هو بنزل ايه ده شكله حلو هاته، ده لونه ايه بقى، طب ايه التدريجه، ايه ليه على ايه ما اعرفش. ده انا بتعب وانا نازل الصبح فبقوم ضارب بنطلون اسود على تيشيرت ابيض بس خلاص. يا اما العكس عشان اريح دماغي. ماشي. فاللي هو يا اما البس غامق على فاتح. انا خلصت. فانا مثلا لما حد بيجي لي في تدريجه الوان والله اقول له انا عايز مثلا في درجه اللون الاحمر. ليه؟ عشان مدلول اللون الاحمر بيدل على النشاط والحماس ومش عارف ايه وبتاع. بس البعد بتاع الديزاين لا، انا بقعد اشرح له مثلا انا محتاج الديزاين ده يعبر عن 1 2 3 4 5. طب انا بقى مش فاهم، بقوم رايح جايب حد تاني بيفهم. يعني انت اعتمدت الموضوع من بعد التجارب ان في حاجات وقعت انا هجيب حد بيفهم. ما تشغلش دماغك. اللي ما بتفهمش فيه وعندك رفاهيه او عندك الامكانيه ان انا اشتري وقتي ومجهود غيري بالفلوس، اتفضل. وفرت عليا قد ايه؟ الار او اي اللي جاي من ورا الكلام ده قد ايه؟ ايه العائد؟ فانا النهارده لو هعملها بنفسي هعملها كم مره غلط وهتطلع حلوه ولا وحشه. في احتمالات، لما هخش في احتمالات وريسك كبير. طب انا معايا فلوس والحاجه دي بدل ما انا كنت هخلصها في 3 شهور هتخلص في شهر. يعني انا عندي شهرين اقدر الونش واستفيد بيها. يعني في ار او اي والحاجه هتطلع في الغالب من اول او تاني مره مظبوطه، لان في حد متخصص بيعملها. في حد متخصص بيعملها. فبالتالي انا وفرت وقت. فانا اشتريت وقتي او كسبت وقتي، لان انا مش كل المكسب عندي فلوس. انا دفعت فلوس بس كسبت قدامها مجهود وكسبت قدامها وقت. فبالتالي اقدر ان انا بالوقت ده اجيب فلوس تاني واجيب فلوس كتير اكتر من اللي انا دفعتها. بالظبط. ما ده الار او اي. فبالتالي لا، انا بقى لما بيبقى في حاجه تخصص عندي حاجه من الاثنين، يا معايا اديله ويشتغل يا معيش وبصبر او بدحر انا فيها كده وبعمل حاجه ماشي امورك. بلغه السوق كده بدحر فيها. طيب هل في انت السيستم بتاعك كنت بتبيعه وما زلت يعني في عملاء عندك بالنسبه لك هم يوزرز طبعا. تمام. هل في حد منهم بيجي يقول لك انا في حاجات مش عجباني عدل لي فيها طبعا كذا؟ طبعا. يعني نسبتها قد ايه في التصميم؟ مش كتير الحمد لله. في التصميم ولا في الورك فلو؟ خلينا ناخد اللوجيك الورك فلو الاول. طب ورك فلو مش كتير عشان انت فاهم الشغلانه. اغلب الناس اللي جايه لي عشان الاكسبيرينس. هو جاي ياخد الاكسبيرينس بتاعتي في السيستم. حلو. فبالنسبه له الدنيا حلوه. لكن
التشغيل بداخل الشركات يختلف من شركه الى اخرى حسب طريقه تشغيلهم والبزنس موديل بتاعهم. فانا بشتغل عندي الطريقه، في غيري يبقى شايف ان هي معقده بالنسبه له. ماشي. انا بالنسبه لي عندي استعداد ان انا اتحمل خسائرها ابتداء ثم اجني الارباح مؤخرا. ماشي. ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انا عارف ان دي وراها هيبقى في حاجه مع التجربه مع الارقام، في حاجه عملناها، فانا شايف البعد بتاعها جاي ازاي. في حد يقول لك لا والله انا مرتاح في النظام ده ومش عندي اخطاء، وحاطط كمان نسبه خطا معينه او نسبه خساره معينه او هالك معين في وسط البيزنس بتاعي، فانا مرتاح كده. حلو. عايز ابقى في الكومفورت زون ومبسوط والبيزنس بتاعي شغال، لان هو مثلا الكيرف بتاعه بيعلى، فمش عايز يعمل حاجه يبقى فيها ديفلوب فممكن ياثر على الايه، على الكيرف بتاعه. انا لا، انا بالنسبه لي كل فتره كده لازم اقوم طالع بحاجه تمنع حاجه تمنع غلط او فلو معين يظبط حاجه. انا يعني انت خلينا نقول ان انت بتشوف المشاكل جايه منين وبتقفلها. بحاول ده بقدر الامكان. على طول. ده شغف عندي. ماشي. يعني انا لو عندي الامكانيات الكبيره انا هنقل اي تول انا بشتغل بيها بره في البيزنس بتاعي لجوه السيستم. يبقى كل اوتوميشن جوه عندك في مكان واحد. انا دلوقتي مثلا بشتغل على موضوع الاوتوميشن ده عشان الشركه بتاعتي والشغل بتاعي. انا عندي شغف جدا ان انا مبسوط بيه، تجربه ممتعه جدا. مش واقف عليه، انا عايز اتعلمه لنفسي فبعمله وبجرب حاجات عندي في الشركه بتاعتي. انا لو في ايدي انا عايز ادخله جوه السيستم كله. يبقى كله يعني اجيب الورك فلو اللي هو انا بشتغل على موقع اسمه N8N. طبعا عايز اجيبه واحطه جوه، انا نفسي اجيبه جوه احطه كده كله جوه السيستم. بيتسطر على سيرفرات هيجي يعني قريب هتجيبه. ما انا حاطه على سيرفر عندي. يعني انا يعني برضو دي من ضمن الحاجات، فكره الناس اللي عندها مشكله في ان هي تتعلم وعايزه العلم بمعلقه. انت واخد الموضوع ان انا برمجه هروح ديزاين هروح هجرب وابقى فاهم. مش كده، انا عايز افهم بس اوت لاينز. انا مش قصدي انك تعمل، قصدي انك تبقى فاهم اللي بيشتغل معاك شغال ازاي. اوت لاينز. ليه برضو تاني ليه؟ لان احنا عندنا 3 حاجات، هو مثلث ليه 3 اضلاع وقت فلوس مجهود. يعني واحنا شغالين في المشروع يمكن هو ما كملش، ولكن انا بالنسبه لي كان في شويه حاجات مش من السهل تلاقيهم في عميل. بكلمك بامانه يعني. الحمد لله. انا فاكر وقتها ان انت تقريبا الوحيد اللي جيت فاتح ملف وتاك يلا بينا مع بعض. ملف ده انت ممكن تكون ما تعرفش البرنامج اللي انا شغال عليه، ما فيش حاجه، يلا بينا ندخل نقعد نتكلم ساعتين 3 كل يوم سبت. انا فاكر هي الفكره كلها لما قعدنا اول مره، لو كان تاني قاعده في المشروع، في حد انا كنت نفسي افهم منه البيزنس وما كنتش لاقي، ولقيتك فاهم اكتر من الطبيعي. الطبيعي ان احنا كناس يو اكس بنبقى متخيلين حاجات وبنكملها من العميل، نفهم البيزنس ونكمل احنا. احنا خدنا كل حاجه بفضل الله من عندك انت. الحمد لله، شكرا. وده هو دايما اللي انا ببقى شايفه فارق. يعني انا شايف ان الحته بتاعتك انت ما شاء الله انت واصل فيها مرحله كويسه جدا، عشان انت تقريبا الحته انت قلت بدات بيها بقى. انا خدت كل حاجه اشتغلتها بايدي. انا مؤمن بجمله ممكن في ناس تختلف فيها معايا، بس انا مؤمن بيها جدا. اي حاجه، اي صنعه، اي شغلانه، اي بزنس، اللي ما كانش صبي في شغلانه ما يبقاش معلم، مش هيبقى معلم. ويعني ايه معلم؟ معلم ده جايه من كلمه معلم. المعلم جاي من كلمه معلم. تمام. فانا ازاي هكون معلم وانا مش ملم بالشغلانه؟ وليه بنقول صبي؟ عشان الصبي هو اللي فاهم الاستراكشر من تحت، هي جايه منين تحت، بيحصل ايه. الناس واخداها حاجه وحشه. لا خالص. صبي ومش عارف ايه يعني ابقى صبي؟ انا عندي سعاده ابقى صبي كل يوم لحد اخر يوم في عمري في اي شغلانه جديده هعملها. بالظبط. اقعد تحت رجل اي حد افهم واتلقى منه العلم بصدر رحب جدا مهما كنت واصل لحد فين. لاني في الحاجه اللي هو بيعملها هو جيد فيها انا جاهل. والجاهل محتاج يتعلم. الجاهل دائما وابدا انت ما دام جاهلت بشيء محتاج تتعلمه. وعشان تتعلمه عايز تصرف وقت وتركيز وانتباه وتواضع واستماع وتفهم. يعني الموضوع مش بسيط. طيب حته الاي كوميرس بالتحديد مليانه انظمه كتير. تمام. ايه هم بقى عشان الناس يعني خلينا اختصر عليك حته. الناس بتختصر الاي كوميرس في الاند يوزر ويب سايت، الانترفيس، او يعني شريحه كبيره، مش عايزين نجمع، بس شريحه كبيره من الناس عايز يعمل موقع اي كوميرس، موقع زي نون زي امازون، يلا بينا منتجات اد تو كارت، خلاص ال5 6 صفحات اللي بره دول. مش تقليلا منهم،
بس احنا بنتكلم عايزين نفوكس على الجانب الاخر اللي هو الاكبر. الباك اوفيس مرعبه في الاي كوميرس طبعا. تمام. فايه انواع الانظمه او الموديولز اللي موجوده جوه سيستم الاي كوميرس وبتعمل ايه؟ يعني في الافيليت سيستم، في الدروب شيبينج، في الاي كوميرس العادي، في الريتيل، وكل حاجه من دول. طب خلينا ناخد حته كده عن كل واحد. الافيليت مثلا، الافيليت اللي هو تسويق بالعموله، انا بسوق لمواقع تانية. حلو. دروب شيبينج انا بروح لتجار اخد منه المنتج وابدا ان انا اشتغل واسوق عليه وابعته للعميل، لكن لازم نراعي فيها المنطقه الشرعيه. حلو. عشان فيها حاجات طبعا لا تجوز. عندك الاي كوميرس العادي ان انا بشتغل اداره منتجات. بجيب انا المنتج وبعمل انا الميديا، تاجر عادي. انا بدل ما انا عندي محل ببدا ان انا بقى عندي المحل بتاعي او فرع من المحلات بتاعي بقى هو الويب سايت بتاعي بالظبط. وما الى ذلك. في طبعا موديولز بتدخل على بعض، في حاجات بنعمل فيها ميرج، في حاجات بنشتغل جزء هنا وجزء هنا، في حاجات كتير ممكن تتعمل. حاجه زي سيستم الشحن. تمام. سيستم الشحن من الحاجات اللي شويه بتبقى خلينا نقول مش سهله، صعبه جدا، شيء معقد، صعبه جدا وبالذات في مصر. ليه بقى؟ لا الموضوع ليه اكتر من بعد. اول حاجه بعد جغرافي. يعني انا دايما لا القي اللوم على شركات الشحن الا لو كانت تستحق. لكن المشكله دائما في التوصيل، مش عند شركه الشحن بس، الموضوع اكبر من كده بكتير. ممكن المشكله تبقى من عندي، ممكن المشكله من عند العميل، ممكن المشكله من شركه الشحن. طيب تمام. بنشوف محافظات في الجمهوريه نسبه التوصيل فيها سيئه. مطلقا لما اقول ان الشركه دي سيئه عشان خاطر نسبه التوصيل سيئه، انا عندي هنا كده يعني اكيد مخطئ. بقيم الموضوع بشكل غلط. لازم افهم ليه. اجابه ليه، معرفه السبب حل نص المشكله. فمثلا محافظه زي البحيره هي محافظه فيها مشكله عند كل الناس اللي شغاله في الاي كوميرس. ربنا يكرم اصلا حبيبي. طب ليه بقى؟ لما ندرس الموضوع، ما هو الماركتينج او التسويق عامه هو علم يعني قائم على دراسه الانسان. ماشي تمام. وتشوف والجغرافيا، يعني في عندنا الفور بيس، البليس والبروموشن. أيوة. وكل الكلام اللطيف ده. فانا دلوقتي عندي، تعال شوف البحيره، محافظه متراميه الاطراف، كبيره جدا، كمساحه كبيره، انتشار السكان قليل على الرقعه كامله من اولها لاخرها. طب يكفيها كام هاب شحن؟ كتير دي. تمام كده، كتير. يكفيها كام مندوب؟ طيب ده اول عائق. الثاني ان انا الكالتشر بتاعت الناس عامله ازاي. متنوعه اساسا. انا بقول لك ان انت عندك فئات مختلفه. تمام كده. فانت بتارجت مين فيهم؟ ففي اكتر من حاجه. مش هينفع يشتغل في البحيره غير مناديب من البحيره، عشان زي ما قلنا التضاريس بتاعتها جغرافيا هي كبيره ومليانه، والمداخل والقرى. مين هيفهم غير اهل القريه؟ مش حد غريب. ولغه التواصل. بالظبط كده. فاصبح ان انت هنا بتلعب في حته محدوده او حته فيها بعض المشاكل. دي اول حاجه. يبقى احنا التوزيع الجغرافي للمحافظات في جمهوريه مصر العربيه دي مشكله، سبب من الاسباب. لان انا مثلا النهارده المندوب عشان يدخل قريه في الصعيد، ما بين كل قريه وقريه قد ايه، وعشان يدخل جوه ممكن يخرج ولا لا، وهيخرج ازاي، وهيدخل من انهي حته. يعني هيدخل من انهي شارع ويوصل لانهي بيت، ويخرج ازاي. ما فيش ستراكشر هناك، ما فيش بنيه تحتيه. الناس مفكره ان هي كلها مدن واحياء. لا مش الكلام ده. احنا بنتكلم في قريه، البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، ومفيش ارقام. فاحنا بنسال الناس عشان نوصل. بيت الحاج فلان يعني فاهم، وهي توصل يا ما توصلش. بالظبط. وبعدين حاجه تاني، مثلا تلاقي ست هي اللي طالبه، والستات هناك ما بيخرجوش بره البيت. فلازم تستنى الراجل، فيجي يتصل يقول لها يا استاذ انا وصلت في الحته الفلانيه بره القريه، تعالي لي. فلازم الراجل هو اللي يروح. طب الراجل مش موجود، الاوردر ما تسلمش. خلاص. فلازم تفهم السبب. طيب حاجه تانية، الشريحه اللي بتشتغل في شركات الشحن من المناديب. الموضوع ده ليه بعد كبير جدا اجتماعي كبير جدا. رقم واحد، المندوب بالنسبه للناس، وانا بيؤسفني ان انا بقول الكلام ده، مواطن درجه ثالثه. الناس شايفاه كده. طبعا. الناس بتعامله معامله اللي هو المندوب ده انت مندوب. حتى في مثل بيقول لك الحرامي لما يتوب يشتغل مندوب. اول مره اسمعه. ده مثل موجود ومشهور جدا في الاندستري دي. فهو دايما حاطط المندوب في الخانه دي، فبيختار الناس اللي يشتغل في الخانه دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، مش هتلاقي مثلا، قليل جدا لما تلاقي حد خريج ومخلص جامعه وحد شيك ونضيف يشتغل مندوب. يقول لك انا ليه انزل الف في الشوارع وليه اركب مش عارف ايه واتعامل مع الناس والحكايه والروايه. رقم ثلاثة، طريقه معامله الناس المندوب بتخلي المندوب اصلا يبقى هجومي.
هو متربص. لان انت بتقابل بقى ناس بتعاملك بشكل وحش وانت بتلف في الشمس، وبتتعامل معاك بمعامله قذره، وبيبصوا لك بصه مش كويسه، وده يزنق عليك وده معاك مشكله، وتطلع لدي تقفل في وشك السكه ودي تقفل في وشك الباب، فالموضوع بيكون متربص. فانت هنا خاضع لنفسيه المندوب في الشوارع اساسا، وانت اصلا قبلها جايب مندوب وانت حاطه في كورنر معين. فهو في اوقات كتيره لما انت تحط البني ادم في الكورنر يقول لك طب انا كده انا هثبت لك انا حرامي، انا حرامي، انا حرامي وهسرق، مش انا سيء، انا السيء في روايه الجميع. فاصبح ان انا بقى عندي هنا مشكله تانية. طيب مشكله ثالثه، لما نتكلم مثلا عن الاداره اصلا بتاعه الموضوع داخل شركات الشحن، مش سهله خالص، مش سهله اطلاقا اطلاقا اطلاقا. ولذلك انا بقول دائما وابدا اللي عايز ينجح في موضوع الشحن تخصص في محافظه او 2 لو سمحت. اساسا تخصص في محافظه او 2. يعني في ناس شغاله القاهره والجيزه بس، ويا رب يعرفوا يسدوا عليها، يا رب يعرفوا يسدوا عليها. ليه؟ لان تقريبا يعني الاحصائيات بتقول ان من 40 ل 55% بتطلع في 3 محافظات من اجمالي الاوردرات، بتطلع في الجمهوريه كلها، القاهره جيزه اسكندريه. طبيعي. فيا رب تسد على القاهره والجيزه. انت بتتكلم في نص مصر بالنسبه هتشتغل. للاوردرات. والله هتشتغل، يعني هتفتح القاهره والجيزه بس هتشتغل، هتفتح القاهره بس هتشتغل، تفتح جيزه بس هتشتغل، تفتح اسكندريه بس هتشتغل، بحيره بس هتشتغل، وهتبقى وكيل وهيجي لك اوردرات. يعني هتشتغل. لان احنا قوه شرائيه كبيره جدا. احنا ما بنتكلمش على حاله ماديه، بس انا بتكلم على عدد، بتكلم على 120 مليون بني ادم. 120 مليون بني ادم. انت سوق قوي، سوق كبير، وفي تنوع رهيب، وفي تباين ما بين الطبقات. في عندك A و A+ و B و B+ و C و C، عندك لحد الزد. فاهم؟ وكل سيجمنت من دول ليها الاحتياجات بتاعتها. فانت سوق قوي جدا. انا دايما بقول ان السوق المصري سوق عظيم، عكس ما الناس بتقول ان هو مش، لا، سوق عظيم. هتقول لي متعب، ما كل الاسواق متعبه، يعني انت ما فيش حاجه ببلاش، ما فيش حاجه ببلاش. بس انت في المقابل السوق المصري ما فيش فلوس، لا في فلوس. السوق المصري ما فيش شغل، لا في شغل. ما فيش فرصه، في فرصه طبعا. والا لو ما كانش في فرصه ما كناش شفنا الجاب الكبير جدا ما بين التوظيف في الشركات اللي عندهم مشاكل والكوادر اللي موجوده وكل الكلام اللطيف ده. فاصبح ان مشكله الشحن مش بس عند شركه الشحن، وليه ابعاد تانية. طب عندنا عندنا ممكن يبقى في مشكله كواليتي منتج، كواليتي عميل، انا اصلا متارجت غلط، اي الكلام غلط عن المنتج. المنتج اللي رايح فيه عيب صناعه، في مشكله مش هو اساسا. انا عندي مشكله اهو. في مشكله من العميل، عادي ممكن يبقى في، ما بقولش العميل ملاك بجناحات، ما العميل ممكن، ما انا عميل وانت عميل وغيرنا عميل، ويبقى لنا حالات. ممكن ابقى انا طالب اوردر وحصل عندي ظرف ومحرج اقول للمندوب فتهربت منه. بيحصل كتير جدا على فكره. طبعا. تمام كده. فاصبح ان بقى في هنا مشكله هنا مشكله، بس انت شطارتك تعرف السبب، عرفت السبب بتبدا تعالجه عشان توقف نزيف الخسائر. ما عرفتوش ما تزعلش بقى، ما ترجعش تصيح، يعني هتلبس. بس خلينا نعترف ان الشحن صعب جدا، والله صعب. وتنفيذه وتصميمه وبرمجته شيء مش سهل، والله صعب. وعايز فلوس كتير وبيكلف كتير. يعني في شركات موجوده، مش عايز اذكر اسم، بس في شركات دلوقتي النهارده صرفت الملايين على السيستمز بتاعتها. ووصلت لحد فين؟ ده السؤال اللي جاي. وصلت لمنطقه كويسه جدا. بس ستيل ان هم احسن وحشين برضه، يعني وصلوا لمنطقه تمام كويسه، ومنطقه جلوبال كمان، وبيأدوا خدمه محترمه جدا، وبيستقبلوا آلاف مؤلفه من الاوردرات يوميا. لكن هل هم ما عندهمش مشاكل؟ ما ينفعش. هم بيزنس عندهم مشاكل، بيحلوا مشاكل، ويعني بيزنس زي اي بيزنس عادي. بس وصلوا حته كويسه، وصلوا حته كويسه طبعا. هل دخلت على يعني سيستم موجود لقيت ان هو صعب الاستخدام؟ طبعا. انا السيستم بتاعي في الاول كان صعب الاستخدام، كان مقرف. ما تقولش على نفسك كده. لا والله انت حد جميل. انا ما كنتش مهتم خالص لا بالشكل ولا بالمعرفش وبتاع، لكن لما اهتميت واحنا عملنا مع بعض المشروع واخدت اليو اكس تشتغل عليه. لا بس انت معاك تيم دلوقتي ما شاء الله، يعني انا فاهم. هم كملوا على شغلك على فكره عشان بس تبقى فاهم. كلامكم منصفين ان هم حقهم، يعني خدنا نفس السيكونس ونفس كل حاجه. النهارده لا فرق، يعني النهارده تدخل السيستم كان مصدوم. يعني السوفت وير عندي كان شكله مصدوم، كان بيقرف الناس اللي شغاله. بص، هي انا ما بشوفهاش حاجه وحشه. يعني انا اقول لك حاجه، دايما عندي وجهه نظر مختلفه شويه عن الناس اللي شغاله في السوفت وير والتكنولوجي. يقول لك ده انا النهارده عندي مشاكل في الشغل. ما احنا طول شغلنا بنحل مشاكل، فاهمني؟ انا رايح النهارده، انا مش كل ما افتح شركه جديده،
انا عادي، كل يوم مش بحل بطور بحل بطور. انت فاكر نفسك عايش في الجنه، بالظبط. خلاص يبقى روح اقعد هناك. فالطبيعي انا اكتر حاجه كانت مميزه في السيستم كانت ان هو مليان فيتشرز ما شاء الله، الحمد لله. ولكن كان فيها سنه من ان هي كتير. لا مش عايز اقول لك والله ان الموجود ده مش 20% من اللي انا عايزه يعني. ايوه بس هو عارف الكتير ده لا محتاج يتظبط بالظبط، يبقى سهل الوصول اليه، واضح لاي حد داخل يفهمه. يعني انا هقول لك على حاجه، انا اي سيستم في الاي كوميرس في التشغيل في الدنيا كلها ازعم يعني ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان انا ادخل اعرف المه في 3-4 ايام. حلو. يعني اقعد كده جلسات متقطعه المه ماشي، وافهم ايه رايح فين وجاي منين وليه. بس ليه؟ انت بخبرتك ده يعني بفضل ربنا اولا، خبرتي في الموضوع، تاني حاجه عشان خاطر في ستاندرد. ايوه تمام. فانا لما دخلت في اول سيستم اتسوحت بس فهمت، لما دخلت التاني لقيت في تشابه كبير جدا ففهمت، التالت خلاص بقى في حاجات ستاندرد ادخل عليها انا عارف ان هنا هيودي على هنا هيودي على هنا في الغالب بنسبه 90% يبقى هو ده الفلو. فاهمني؟ فلا يعني الواحد بقى كده من الممارسه. طيب لو شركه ناشئه النهارده جايه تستشيرك، انا هعتبر ان انا هفتح سيستم اي كوميرس مثلا وجاي اقول لك دلوقتي انفست في 1 2 3، فانت جيت قلت لي هل او ايه الحاجات، انا مش هقول لك يعني حتى كاوبشنز، انت ايه الحاجات اللي تخليني كشركه اعمل حاجه كويسه من الاول بدايه من الاوبريشن لحد التصميم؟ ايه ترتيب الاولويات؟ طيب هو لو حد جه فتح حاجه ولسه هيفتح حاجه تانية بيجهز بيبلان لسه ما بفتحش بيبلان لسه، انا بقى بشوف امكانياتك ايه. انت عندك نو هاو ولا لا؟ فاهم انت داخل على ايه ولا لا؟ عندك استعداد توصل لفين بعد قد ايه؟ عايز توصل لفين بعد قد ايه؟ عايز تعمل ايه؟ المهم عندك ايه الاوبجيكتيف بتاعتك؟ لما اعرف الهدف بتاعك ابدا احدد معاك احنا هنعمل ايه. يعني في حد يجي لي الهدف بتاعه يخليني اقول له ما ينفعش تفتح مخزن عندك، تعالى خزن عندي او عند فلان، تعالى انا هعمل لك، انا عندي الاوبريشن هشيل لك انا الهاسل ده مش بتاعك، ما ينفعش تشتغل فيه لان انت هتطحن فيه جامد، يا اما هتدفع فلوس عشان تجيب حد اكسبرت يشغل لك الدنيا ويبنيها لك. ماشي تمام كده؟ تمام. فده مش مناسب ليك ولا امكانياتك دلوقتي. تعالى اعمل انت نص الشغلانه وادي لحد تاني نص الشغلانه. حلو. لما تبقى شاطر في النص الاولاني ابقى جرب في النص التاني. حلو جدا. في حد تاني عنده امكانيات كبيره وعنده يعني المايند سيت بتاعته كويسه، تمام، وعنده استعداد يدفع ويخسر، في بادجت موجود. يعني عنده بس ان هو مثلا يفتح مشروع 6-7 شهور بس ان هو يبني حاجه قويه سنه ويبني حاجه قويه. فده تعالى يلا تعالى نبني مع بعض، نبني سيستم بقى كبير ونشتغل. تعالى يعني اوريك الاوبشنز المتاحه على حسب البادجت بتاعتك، ونقعد نبلان مع بعض ونحط الاوبجكتيف والكي ريزلتس بتاعتنا وكل الكلام اللطيف ده نقعد نعمله ونحطه على الورق ونشتغل عليه ويبقى عندنا هدف ونوصل ليه. فهي الفكره كلها لما حد بيجي لي انا بعرف هو انت ايه، انت معاك ايه، بتعمل ايه، امكانياتك ايه، رايح فين. يعني لازم ان انا اقدر اوظف كل واحد في امكانياته. ولكن اللي انا بقدر اقوله لاي حد حاول تعمل كل حاجه من الاول صح حتى لو بامكانيات صغيره، بس ابدا على نظيف. يعني دايما انا عايز ابني عماره، مش هينفع خالص ان انا ابني عماره على اساس هش فهضطر اهدها وابنيها من تاني، وانا ابنيها على الاساس اللي انا موجود فيه دلوقتي فهدها وابنيها من تاني. ولذلك دائما البلاننج محتاج حد عنده خبره، مدعوك في السوق بلغه السوق كده، وعنده رؤيه. ماشي. انا عارف يعني حسب ما انا قعدت مثلا مع مدير الشركه وقعدت مع صاحب البيزنس وفهمت رؤيتهم عامله ازاي، عارف ان انا بعد المفروض عايز اوصل للنقطه دي. فعشان اوصل للنقطه دي انا لازم يبقى عندي ستراكشر تحت عامل 1 2 3 4، لازم يبقى عندي رسمه بشكل معين. طب انا امكانياتي بتقول ان انا ما اقدرش اعمل ده، بس اقدر اعمله بنسبه قد ايه؟ هيديني كواليتي قد ايه؟ طب انا هتقبل الكواليتي ده؟ لا. طب هنشيل وهنعمل لحد ما نوصل للمعادله اللي تخلينا نقدر نستارت، بس نبقى فاهمين. يعني ممكن في حاجات تتشال، وعشان كده بقول ان كلام الكتب مهم جدا، مهم جدا جدا، لان هو ما جاش من الهوا، هو جاي من خبره ناس. حلو. لكن هل يطبق 100%؟ مستحيل. لبزنس صغير مستحيل. بس لازم ابقى عارف ان هو ده الصح، انه كده هو اللي جاي. انا هعمل ده، اوصل لمرحله هعمل ده.
طول ما انا عارف ان انا هوصل لمرحله هعمل الكلام ده اللي هو كلام كتب، اللي هو البيست براكتس، اللي هو الاكسبيرينس، فانا همشي صح. طول ما انا شايف النتيجه النهائيه اللي انا هوصل لها فانا تمام. لكن انا هقعد اقول يا عم كلام الكتب بقى وجع الدماغ والدنيا وما اعرفش ايه عامه الناس اللي بتضحك على نفسها وبتهمبك دي بتقع في الاخر الفهلوه والفزلكه اخرتهم ايه؟ مفيش، بتلبس في حيطه. تلبس في حيطه وخسائر وديون الموضوع انتهى. نفترض دلوقتي ان انت يعني مش فرضا انت بتعين حد النهارده، خاصه يعني في الجانب بتاع التكنولوجي، ناس مبرمجين فرونت اند باك اند يو اكس الكلام ده، انت مستني ايه من الشخص ده؟ ومعلش سؤال تاني، امتى ممكن تقول لا انا مش جاي معايا السكه دي، مش راكبين مع بعض في الشغل؟ يتقي ربنا فيا بزياده، احس بيا. ده اول حاجه. يعني او اي حد بيشتغل معايا انا بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يكون حد بيتقي ربنا فيه، وانا حتى الان ما حد ربنا سبحانه وتعالى ما وقعنيش في حد في التك وحش. ده من نعيم الدنيا. انا عارف انا صاحب شركه وبقول لك لا ما بتجيش. الحمد لله ربنا اكرمني بالناس اللي معايا، ما شاء الله محترمه شبعانه بتتقي ربنا، بتعمل الحاجه انا قابلتهم بصراحه فاشهد يعني بفضل والله، فضل عند ربنا. انا ولا ليا يد في الموضوع خالص. لكن ايه مين اللي ما يجيش معايا سكه؟ انا ما بحبش الشخص كثير الاعذار في العموم. واللي بيمشكلني يعني يعمل لي مشكله في كل حاجه، كل ما اقول له على حاجه يقول لي هنا في مشكله، هنا في مشكله، هنا في مشكله. ايه يا معلم انت جاي تشتغل انت؟ يعني هي مش كده. احنا في حاجه اسمها ان دي مثلا ممكن ما تتعملش كذا، بس في طريقه تانية نعمل بيها كذا. يعني دايما هات لي الحل وانت جاي. ايوه تعالى نتكلم مع بعض، ما تجيش تقول لي في مشكله بس ما ترميهاش وش. ما انا مش جايبك تقول لي في مشكله. انا جايبك عشان تحل مشاكلي، ولما يبقى في حاجه نعديها مع بعض ونشوف الورك اراوند عامل ازاي. طب ايه اللي ممكن ننظمه دلوقتي، وايه اللي ممكن نهده ونبنيه، وامتى نعمل ده وامتى نعمل ده، وهل ده قابل ولا لا بالظبط دلوقتي. فاللي هو ما تمشكلنيش، مش كل شويه مشاكل. ما بتقول عندي مشكله. طب وبعدين هنحل امتى؟ انا هاخد منك المصطلح بتاع ما تمشكلنيش. انا هاخده مش كل شويه مشاكل. انا بحب الشخص اللي كل شويه يقول لي مشاكل. بحب الشخص دايما اللي عنده وقعت في حد ده كده. طبعا يعني مشيته ازاي؟ يعني مش هو اتزنق مش انا دايما يعني بيبقى فيه حاجه غلط في يعني انت الاوتبوت والانبوت. انت بتدي انبوت، في اوتبوت بقى بتدي الانبوت بشكل، الاوتبوت بيطلع بشكل مختلف او في حاجه غلط عكس اللي انت شرحته. يعني انا دايما بخلي كل حاجه دوكيومنتد. يعني انا لما باجي اشرح لحد حاجه بصور له على التاب وارسم له وبتاع وابعت له فيديو. اللي هو كل حاجه معاك. اتفضل انا دي الرسمه وده الفلو وانا عايز كذا والعمل بيعمل كذا من كذا لكذا، وبيبقى عندي البورد بقعد ارسم له عليها واجي وانا مصور له فيديو مصور له صوت خلاص. وانا موجود في اي وقت انت عايزه اسالني. يعني انا الديفلوبرز اللي معايا مبسوطين بيا ان هم بيسالوني في اي وقت برد عليهم. انا جربت في اي وقت برد عليهم. انا جربت لان انا عارف ان وقته غالي وعارف ان هو بيبقى واقف في حته وهو واقف في وسط الكود. يعني هو بيبقى فاتح اصلا الشاشه، ممكن يبقى هو شغال في حاجه تقف في وشه عايز يرجع لي بسرعه ياخد مني بس ابروف على حاجه، او ان انا اقول له اعمل ده او ما تعملش ده او لا خلي بالك ان في كذا، لان هو عايز على حاجه بزنس وايز. فلو انا ما رضيتش عليه بسرعه هيفضل عطلان خلاص، ضيع وقته ووقتي وخسرك. فانا المبرمج ديفلوبر يتصل بيا يكلمني يبعت لي على الواتساب يلاقيني في التو واللحظه ارد عليه. يعني ماكسيمم من الوقت اللي انا اتاخرت فيه على حد وانا نايم. انا صاحي الديفلوبر معمول لهم بن على طول عندي في الواتساب. والله اول ناس الديفلوبرز ارد عليهم على طول، لان الحاجه اللي انا بعملها اللي هو بيعملها انا طالبها منه ومش طالبها منه اعتباطا، طالبها منه عشان هتحل لي مشكله عايزه يخلصها بسرعه. عايز تخلي الديفلوبر يخلص بسرعه ارسم له رسمه مظبوطه فيها التفاصيل عشان دي بس معلومه هقولها لاي حد عايز يبني سيستم. خلينا نقول الموضوع الديفلوبر والديزاين كله اي حد ادي بريف كامل في التفاصيل. اي يعني المشكله في الديفلوبينج برضه حاجه صغيره، ان انت ممكن كيوزر او ككلاينت يتهيأ ليك او تفتكر او تتخيل ان تعديل صغير ملوش لازمه، ولكن التعديل ده في الباك اند هد اللي انت عملته كله. بالظبط.
اللوجيك خلاص اتضرب في مقتل. فاصبح ان حضرتك لو سمحت وانت بتشرح للديفلوبر استفيض وقول مشاكلك، انا عندي مشكله كذا وبيقابلني كذا، ما تحوشش معلومه، يعني انت ما تخبيش على المحامي ولا الديفلوبر ولا المحاسب، خبي على مراتك عادي، ما تخبيش على الثلاثه دول. ليه؟ لان الديفلوبر انت لو خبيت عليه حاجه او انت ما قلتش الحاجه دي تيجي تشتغل تقول له لا ما هو في كذا، هتلاقيه تنح، يعني يا اما رمى الجهاز في وشك يا اما ساب الشغل ومشي. ليه؟ لان انت ضيعت عليه شقه مثلا اسبوعين، هو قاعد شغال في حاجه، هو قاعد شغال في حاجه ما غلط. خلاص انت النهارده عايز تديله، اصلا انا كنت فاكرها بسيطه، لا مفيش حاجه اسمها كنت فاكرها. بعد اذنك خليك يعني واضح جدا جدا مع الديزاينر، مع اليو اكس، اي حد شغال على جهاز وبيعمل لك حاجه عشان يطلع لك فاينل برودكت، لو سمحت اتكلم في ادق التفاصيل. والله تفصيله صغيره تفرق في المشروع كله. دي حقيقة. فدي حاجه مهمه لاي حد شغال وهو بيبني سيستم. اتكلم مع الديفلوبر كتير واحكي له عن مشاكلك في البيزنس يحلها لك. خلينا بقى نسيب حته الاوبريشن دي واللي جوه واللعبكه والسيستمز المعقده دي ونروح للحته الاند يوزر، اللاندنج بيجز والكلام ده. انا عارف ان هي ليها معايير كتير وفي كونفرجنز وليله ويو اكس رايتنج والكلام ده كله والكابز والكلام ده كله ليه امباكت او عوامل مؤثره يعني. بس انت من وجهه نظرك ايه الحاجه اللي تخلي اليوزر العادي بقى يدخل يشتري من ويب سايت بسهوله كسايكل؟ اول حاجه يعني انا بقول دايما اليوزر هو راجل مش بالضروره يكون حد اكسبيرينس في البيزنس. حلو. هو ممكن يكون عم محمد البسيط اللي في قريه، ممكن يكون محمد باشا اللي في كومباوند، ممكن يكون محمد العادي اللي في شقه عاديه. بالظبط. ممكن يكون في اي حد من اي سيجمنت. تمام. الفكره هنا انا هعمل اليو اكس واليو اي بتاع الحاجه بناء على الاوبجيكتيف بتاع المشروع بتاعي. انا عايز مين يدخل يشتري المنتج. ماشي. يعني في اوقات بنلاقي بتوع البرفورمانس والميديا باينج والماركتنج هو بيعمل فانل معينه بداخل اللاندنج بيج او الويب سايت بالظبط عشان ما يعديش من الفانل ده غير ناس معينه، ده زي فلتريشن كده. ماشي. هو عايز حد من سيجمنت معينه. تمام. فالحد ده لازم يكون فاهم هو بكالتشر معينه فهيعدي الفانل. ماشي. ده عادي بالنسبه لي لان هو بيشتري من بره وبيشتري من مصر وبتاع، فالفانل دي معروفه خلاص. هو بياكت لايك براند، فهو الشخص هو عايز ده الشريحه دي بس اللي تشتري. فهو الشخص ده اصلا بيشتري من بره، فهو جاب الستاندرد اللي بره وعمله هنا. فالناس البسيطه او السيجمنت اللي تحت هو مش هيبقى فاهم، ده هيبقى بالنسبه له تايه. طيب في حد تاني يقول لك انا تايب سي. تايب سي ده كتر خيره ان هو بيشتري بالظبط من كل النواحي، يعني سواء من قدره شرائيه او الكالتشر او وجع الدماغ وبتاع. فانت ده لازم اليو اكس واليو اي يبقى بسيط وسهل ومباشر بشكل كبير. يعني ما يبقاش فيه حاجات كتير، لعب كتير. خليك مباشر مع الراجل على طول. ادي المنتج، ادي السعر، ادي الوصف، ادي اسمك والعنوان ورقم التليفون، السلام عليكم، ابعت الاوردر دن. السلام عليكم. بقى في مرحله تانية بتيجي بعد كده في الاوبريشن ان انا بعمل كونفirmation كول وابدا اتكلم واعمل اب سيلينج وكروس سيلينج والكلام اللطيف ده كله. لا ببدا ان انا اتكلم اصلا معاه. يبقى انا جبت الليد، ده بالنسبه لي ليد، انا جبت الليد وعملت الكونفرجن ان هو بقى ايه بقى. ايوه بقى عميل وما الى ذلك. يعني السايكل كلها بقى الفانل اللي بيمشي فيها. فهي الفكره كلها الحاجه المشتركه ما بين كل دول ان لازم يبقى السايت مريح للعين. طيب انا هسالك حته تكنيكال شويه بعيدا عن اليو اكس، بس هي المفروض ان هي مفيده لاي حد شغال معاك. هل انا النهارده لو بيني وبين كريم شغل، هل من الضروري ان انا اقرا في الاندستري بتاعتك عشان اتمكن من الشغل معاك؟ طبعا لازم تفهم، يبقى عندك الاوت لاينز. هل انت بتدي مساحه بقى للناس اللي معاك انهم يفهموا ده؟ طبعا انا بقعد اذاكر لهم اساسا. مش لازم افهمه. يعني انا مثلا عشان كنت اغير اليو اكس واليو اي بتاعي، عشان كده قلت لك انا دفعت فيه كتير، مش فلوس، دفعت فيه وقت ومجهود وفلوس. قعدت اذاكر للناس الاول، افهمهم انا بعمل ايه. ما هو عشان يعمل لي الورك فلو مظبوط لازم يفهم منين رايح فين ومنين بيسمع في ايه، هيفهم منين ويعرف ده. ويعني احنا كنا بنتكلم في تفاصيل دقيقه جدا. التفاصيل دي اللي هي ايه مثلا؟ ان الكليك بتاعت الماوس لما تتحط في بوكس معين لازم تفضل في البوكس. بسيطه اهي، تفرق معايا في الانتاجيه. ازاي بقى؟ انا النهارده بشتغل بهاند سكانر،
تمام. الهاند سكانر دي شغلته ده هو بيقرا الباركود يدوس انتر لوحده كده. فانا النهارده هو ما بقاش العامل مضطر ان هو يمسك الماوس ويبص للشاشه ويجيب الماوس تاني على البوكس فانت كده عشان يقرا جوه. انت وفرت وقت الخطوه لكل مره. فبقى العامل بيعمل ايه؟ بيسكان بس. بيمسك حتى تك 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 تك، فتك دي هو بيعمل كام حته في الدقيقه؟ نص العمليه توفر بس. كانك وفرت 200%. يعني انا مثلا عندي الحته ممكن اعمل لها سكاننج كده. انا كنت لسه بعمل تجربه عادي وانا شغال عادي ولا عصر نفسي ولا حاجه. دخلت 450 قطعه على السيستم في 25 دقيقه. ما شاء الله. فاحنا لو بنتكلم في ساعه المفروض اطلع 1000 قطعه لو حد متمرس وشغال. ايده شغاله في الشغل. ليه؟ لان انا مش باصص على الشاشه اصلا. في عندي شاشه انا ببص بس البتاع بيضرب وخلاص، انا ماسك تك 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 تك، فما خدتش معايا وقت. فهنقول ان عامل مثلا ممكن يبقى مستواه اقل، وانا عشان ايديا في الشغل اكتر هو لسه بيتعلم، هنشيل منهم 200، هنشيل 300، بقى العامل الانتاجيه بتاعته 700 قطعه في الدقيقه. انت لو في الساعه لو واحد شغال 8 ساعات شيفت يا ولا سيدي حاجه مش هيديني الكفاءه كلها، بس على الاقل هيطلع لي 3-4000 حته بالظبط في اليوم. ده تحفه. بس في عامل واحد. لان احنا ما اتكلمناش حته التكنيكال بتاعت الاوبريشن، بس انا الاوبريشن بتاعي هي كوست ريدكشن كاستمر ساتسفاكشن. بالظبط. انا الكوست ريدكشن انا بالنسبه لي ان انا اعلي الانتاجيه بتاعه العامل وهو برده مرتاح، ان نفس العامل يعمل شغل اكتر بالظبط، يكون مبسوط. بالظبط وسهل وصح. دي معادله مش سهله. طبعا. فلازم تبقى انت فاهمها اصلا، فاهم ايه اللي بيحصل. انت متخيل كليكايه زي دي فرقت في الاوبريشن قد ايه؟ تخيل بقى التفاصيل الصغيره، تفصيله صغيره هي حاجه كده، حاجات كده صغيره، حاجات صغيره بتفرق. فلازم اللي شغال معايا في السوفت وير او اللي بيعمل لي سيستم لازم يكون فاهم انا بعمل ايه وبشتغل ازاي، والعامل ده واقف قدام الكمبيوتر بيعمل ايه، ويكون فاهم كمان. يعني في مصطلح عندنا كده اسمه البحث الميداني. طبعا هي الحته اللي انت بتتكلم فيها دي، ان انت تبقى عارف الشغلانه بجد. بتعمل ERP المصنع، روح اقف في المصنع في وسط العمال وشوف الكلام بيعمل ايه. انا بقول للشباب، يعني انا كنت برضو في ندوه كده في كريتيفا في محافظه من المحافظات، فكان اغلب الناس اللي موجودين كانوا الشباب بتوع حاسبات ومعلومات والناس اللي شغاله في البرمجه. لما جم بيسالوني قلت لهم لو انتوا عايزين تبقوا مبرمجين متميزين في وسط الهوجه الكبيره دي، افهم بيزنس. هو النهارده انت ماركتنج من غير بيزنس، ديزاين من غير بيزنس، اي حاجه من غير بيزنس، افهم بيزنس. انت هتبقى صنايعي. لو فهمت بيزنس قلت له هتقدر تعمل بروجكتس تكسب منها كتير. بالظبط. وهتبقى بسيطه قوي وتافهه بالنسبه لك. تعمل حاجه بسيطه قوي، حاجه صغيره خالص، هي بتحل مشكله، بتسد جاب، تكسب منها كتير جدا جدا جدا. وبنشوف ده كتير، يعني الهنود شاطرين في ده قوي، الباكستانيين شاطرين في ده جدا، بيعملوا حاجات تافهه لكن بتجيب فلوس كتير، بتحل مشكله، بتجيب فلوس كتير. انا عارف يعني فانا بقول للشباب يا باشا انت اتعلمت برمجه شكرا، افهم بيزنس، افهم ما بقولكش ذاكر واطلع بتاع، دي مرحله تانية، افهم. وبس عارف الفكره اللي انا بشوفها جدليه في الديزاينرز بصراحه، ان ساعات ما بيكونش فاهم تكلفه ده على البيزنس ايه. هو بالنسبه له مقترح بيقوله زرار شكله حلو، وساعات بيبقى مش شايف ان الزرار ده ممكن يهد المعبد. بص الموضوع متبادل. انا فاهم انا بس بقول لك ايه، ان ساعات دي بتاثر جدا ان الشخص اللي شغال مش فاهم اللي ورا البيزنس ده ايه. في كوميك كده اللي هو بيجي الديزاينر او اليو اكس عامل حاجه جامده جدا يديها بتاع الفرونت اند، ديفلوبر يبص له كده ليه كده يعني. انا عندي فيديو ابعته لك. يعني في فيديوهات كده. لا فاللي هو بص، مش كل حاجه حلوه في عينينا وكل حاجه بنشوفها ينفع نطبقها، لان هي الكوست بتاعها بيبقى كبير، ممكن ما تطبقش بشكل كويس، ممكن ما تنفعش البيزنس، حاجات رايحه جايه، ممكن ما تنفعش اللي هيستخدمها اصلا اساسا كبرسونا. يعني هي مش مظبوطه مع المسج بتاعت الشركه، مش مظبوطه مع الايدنتيتي كلها. في حاجات كتيره جدا. كذلك برضو الموضوع من العكس من عند العميل، يعني بالظبط. يعني برضو العميل عنده مشكله ان هو شايف ان دايما الديزاينر او الديفلوبر او اي حد شغال كده على الكمبيوتر، هو شغال على الكمبيوتر، انت بتعمل ايه يعني؟ بيلعب يعني. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت زرار. والله هي الكلمه دي بتتقال، ده هو زرار بيتقال لي والله. زرار دوس. طب خلاص اوكي تعال دوس عليه. بالظبط، تعال تدوس. يعني فاهم، انا دايما بتبنى يعني الناس اللي شغاله ان هي انا وسط الاثنين، فاعطي لكل شيء قدره. برضو الديزاينر شايف دايما العميل مقرف وبتاع، لا يعني برضو هو العميل بيبص من بزنس وايز. لو انت جيت مكانه، لو بدلنا الكراسي، لا اشوف هو شايف ايه بالظبط. الحقيقه يعني انا دايما بحاول ان انا انقل بقى للناس اللي شايغاله معايا، مش شايف احنا شايفين ايه، ان انا اللي انا بشوفه يعني بوريه لهم، بديله عينيا، بقعد احكي له، اقول له بص انا العامل عندي بيعمل 1 2 3. انا ممكن اقعد مثلا فويس 5 دقائق و10 دقائق اشرح له
احنا عندنا ايه وايه المشاكل بالتفصيل، والعامل بيبدا يومه ازاي، بيشتغل ازاي، اول ما بيجيب المنتج بيجيبه ازاي، منين، بيعمل ايه، بيحطه قدامه ازاي. يعني بقعد اشرح له كل التفاصيل. لان الموضوع اولا عشان افهمه انا بعمل ايه بالظبط واديله كل التفاصيل. تاني حاجه ان هو ممكن يفيدني، ممكن يديني اقتراح، لان الديفلوبر برضو شغال مع اكتر من بروجكت، فهو اشتغل مع اكتر من مايند سيت، فشاف اكتر من طريقه، فممكن يقترح عليك طريقه. اسمع اسمع، الموضوع مليان. مليان جدا. مليان. طب بص، يعني نصيحه اخيره خلينا نقول للناس اللي بتشتغل كديفلوبرز تكنولوجي ايا كان في حته الكرياتيف بشكل عام، ماركتنج وجاي، ولو حد بيفتح بيزنس بشكل عام، مش لازم في الافيليت ولا في الاي كوميرس ولا كذا، بشكل عام انت من واقع خبرتك وتجاربك انت شايف لو واحد بيتعلم حاجه هيشتغل موظف، ولو واحد بيفتح بيزنس؟ نسمع بعض. يعني انت ما تختصرليش الكلام، انا عايز منك اكتر من كده. يعني هي الفكره كلها هي تختصر في دي. ليه نسمع بعض؟ ليه ما يبقاش كل واحد ينتصر ان هو انا اللي صح؟ هو الديفلوبر شايف حاجه من وجهه نظره دي الافضل كتكنيكال، وانت كبزنس انت عايز دي، بس دي مش افضل ليك تكنيكال. اسمعوا بعض بقى، نتكلم مع بعض. يعني انا دايما عندي الديفلوبر اللي معايا ربنا يبارك فيه يقول لي احكي لي مشكلتك، يقول لي قول لي ايه المشكله، تعالى نفكر مع بعض. نعمه ببقى مبسوط جدا وانا بتناقش معاه. ممكن النقاش يقعد يومين، ما بنشتغلش، ما بنعملش حاجه، بس هنوفر وقت، ما بنعملش حاجه. هنوفر يعني هو وقف كتير. خلاص، ما هو بيعملش، مش هو خلاص التاسك اللي معاه وبنتكلم في تاسك ثانيه. نقعد يومين ثلاثه بنتناقش مع بعض، وبعد ما نتناقش نعمل ده دوكيومنتد، اديله ابروف ويبدا يشتغل. فبنسمع بعض. وساعات كتيره جدا انا حافظ السيستم، انا حافظ كل بوتن في السيستم عندي، حرفيا كل زرار عندي في السيستم انا حافظه بيعمل ايه. هو ساعات بقى يجي يقول لي طب خلي بالك بقى عشان احنا لو عملنا كذا ده هيرفلكت هنا. هو بقى هو فاهم بيزنس بقى، لا ده هو فاهم بيزنس كمان. يقول لي هو انت ناسي ان احنا عملنا كذا 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 اللي بيعمل كذا ده كده، انا لو عملت ده هيهد ده. اقول له يا ابن اللذينه، فهو بقى فاهم بيزنس معاك بالظبط. بقى نعمه بصراحه. بقى في حاجات انا بديها له اصلا خلاص، هو يعني هو بيخش يدوس يطلعها زي ما انا عايزها 100%. فالنصيحه اللي انصحها لاي حد في الدنيا كلها وانت بتتعامل مع طرف ثاني، اسمعوا بعض. ده رقم واحد. ماشي. رقم 2، تقبل ان في نسبه خطا. انا ما كنتش متقبل ده. انا بعترف انا ما كنتش متقبل ده خالص. بس في بقى اكشنز بتتاخد. يعني انت مثلا في خطا حصل، اوكي بنتكلم وبتاع، ده حصل ليه يا جماعه؟ في بقى مشكله هنا ان اول ما بيتسال سؤال ليه تلاقي الطرف الثاني تحفز. اللي هو انت بتهاجمني، انت بتغلط فيا. يا معلم انا عايز اعرف ليه مشكله. ايوه ليه؟ ليه ما عملتش ده؟ فهمني. اشرح لي الموضوع. اللي انت هتشرحه هيفيدني عشان اعرف اقفله لك. فاهم؟ بس مش ليه اللي هو تقوم كده. هو انت عايز بني ادم انسان آلي؟ لا يا معلم مش عايز انسان آلي، انا عايز افهم ليه. بالظبط. يعني ده سؤال مش حرام، قول لي ليه. فتلاقيه بيرد رد تاني، يا عم قول لي ليه. في تحفز. فدي مشكله. فلا يعني لما نسال نجاوب عادي، ايه المشكله؟ مفيش مشكله، نتكلم عادي مع بعض نتناقش يعني عادي. وفي نسبه اخطاء، في نسبه اخطاء، بس احنا دايما بعمل حركه دايما بتعامل بيها، ان انا ببين قدامي ان انا مش عايز غلط خالص، لكن في الخلفيه انا متقبل. انت متقبل ان في تمام، انا عادي ما عنديش مشكله، بس لازم برضه ابقى انا اللي هو ايه، انت غلطت ليه؟ ايه اللي حصل؟ كذا كذا كذا. طب ليه؟ احنا مش قايلين 1 2 3؟ احنا مش متفقين على كذا كذا كذا؟ فاللي هو لا، لازم تعرف ان الخطا ليه حساب، لكن في نفس الوقت انت لازم تكون متقبل ان في خطا. لازم، احنا بني ادمين واي حاجه فيها تدخل بشري لازم يحصل فيها غلط. كل ابن ادم خطاء، ما فيش حد في الدنيا كلها مش هيغلط. انا بغلط وغيري بيغلط، كلنا بنغلط يعني. فهي حته حلوه دي والله، لازم تتقبلها. بص انا ما كنتش بقبل الغلط من حد، وكنت بهاجم اي حد ينتقدني. سيم انت فاهم؟ انا كنت كده، بس اولا لصحتك ولمصلحتك كبزنس اونر، عشان بس نبقى واضحين، انك تتقبل. لانك لو ما تقبلتش برضه الغلط وقع وحرقت دمك وحرقت دمك. احنا عايزين نحلها بقى. وضغطك عالي ومش هتركز ومش هتعرف تحل المشكله، وعقبال ما تهدى وتحل المشكله يكون فات وقت فخسرت زياده. شوف بقى. لكن لا، تمام، هو حصل غلط ماشي، انت حاطط رولز للموضوع، تمام، وقع الجزء وتعالى شوف بقى المشكله دي. هعرف اتجاوز عن الجزء والموضوع مش مؤذي،
اعرف ليه قفلته خلاص الموضوع انت اصلا لازم اتقبل ان هو بني ادم وبيغلط يعني ما انا بغلط انت مش بتغلط لا كلنا وانا بغلط وكلنا بنغلط انا طول حتى لما اليوم. باجي اشتغل بايديا ساعات بغلط عادي ايه المشكله اطلع حاجه غلط ما كلنا كده فالموضوع ما فيه ان انا النهارده لازم اتقبل يبقى فيه خطا ولكن حاجه برضو في طبيعه النفس البشريه ان اللي قدامك لو حس ان انت متساهل في الخطا هيفضل يخطأ على طول من امن العقاب اساء الادب فبرضه لازم يبقى في سياسه الثواب والعقاب وتبقى عارف اللي قدامك لا انا ما ينفعش اغلط لان انا في عندي سيستم وفي نظام لكن انت داخليا انا دايما وانا بعمل بيزنس واحنا بنحط ميزانيه واحنا بنعمل حاجه في نسبه هالك طبعا في نسبه خسائر في هدر في كل حاجه بس فانت كده بتعمل حسابها بتحاول تقللها عشان ده يبقى بروفيت بالنسبه لك زياده والكلام اللطيف ده بس لازم انت تتقبل لنفسيتك حتى على العلاقات الشخصيه يعني انت دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التمس لاخيك بضع و70 عذرا تخيل الواحد بس تلتمس له حاجه حاجه و70 عذر ده كبير على فكره ده عدد كبير جدا ان انت تلتمسه لحد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حاجه زي كده ده لمصلحتك انت على فكره مش مصلحه الشخص التاني ده مصلحتك انت عشان خاطر نفسيتك تبقى انت لما بتدي العذر ده ما تديهولوش هو مش شايفك دي حاجه حلوه نختم بيها والله بتديه لنفسك دي فلما تدي العذر لنفسك انت بتهدأ فالشيطان ما يعرفش بقى ونفسك تقعد بقى ايه ازاي ويلا انت اللي بتاكل في نفسك يا حبيبي مش هو اصلا ما يعرفش هو عمل ايه بالظبط هو ما يعرفش حاجه انت ما رحتش كلمته اصلا فهو ما يعرفش هو عمل ايه انت اللي قاعد بتاكل في نفسك فانت لو اديته العذر قفلت الباب فريحت فلا احنا كلنا تفكر تعرف تحل المشكله وهكذا وبعدين يعني اخر حاجه هقولها يعني حاول دايما ادي كل حاجه يعني في مثل بلدي بنقوله دايما في السوق ادي العيش لخبازه ولو اكل نصه انا مش هقبل طبعا ان هو ياكل نصه بس ادي العيش لخبازه يعني اللي بيعرف يخبز اديله يخبز مش لازم تبقى انت خلاص تنط فيها تبقى انت خباز خلاص عايز تبقى خباز ما عنديش مانع والله روح اتعلم ما تنظرش ما تعرفناش روح اتعلم روح اقف في الفرن صبي ماشي وتعلم تخبز ازاي عشان تبقى انت واقف بتخبز انت وتبقى برنس وتبقى انت المعلم معاك تدفع حق الرحله دي من وقتك مش هقول لك فلوس انت هنا هتبذل مجهود ووقت من المثلث بتاع هو في مثلث النجاح كده اللي هو وقت مجهود فلوس انا في اللي انا هعمله ده انا هدفع وقت ومجهود معاك طلعهم وادفع معاكش ارجوك اديها المختص واديله فلوس اشتري وقته واشتري مجهوده واكسب انت هو كسب فلوس خد الفلوس اللي هو خدها دي على التاسك اللي هو بيعملها حضرتك اختصرت وقت ومجهود عملت حاجه محترمه جدا وخلاص الموضوع انتهى خلصت فيعني بنشوف كتير في السوق اللي هو ايه ده انا في فلان يعملها ب5 انا عادي خليه يعملها انا كنت كده زمان اصلا كان برضو امكانياتي بص انا من ضمن الاعذار اللي بنحطها للناس انا كانت برضو امكانياتي في الاول ضعيفه جدا وما زلت يعني برضو بنخبط بس الحمد لله ربنا اكرم شويه فالاول برضو كنت بدور على الارخص الارخص مش الكواليتي بدور على الارخص انا معيش فلوس انا عايز اعمل دي بس حاجه تمشي الحياه بس اكتشفت مؤخرا ان انا بدفع الاضعاف اللي هو كان من الاول على مراحل يعني انا مثلا في الاول المفروض ادفع فيها مثلا 50,000 جنيه تمام مش معايا دلوقتي بدفع 100,000 جنيه على مدار سنه او على مدار 6 شهور فاصبح ان انا دفعت الضعف ممكن يبقوا 150 كمان لكن لو انا عندي يعني شويه في النيجوشيشن والتفاوض وبتاع ممكن اخد نفس الديل بسعر اغلى شويه وادفعه على مدار سنه برضه او على مدار 6 شهور وبالجوده اللي انا محتاجها وبالجوده اللي انا عايزها فانا لو انا معيش ال 50,000 جنيه كاش طيب بص انا عايز اشتغل معاك بس انا عندي مشكله في الكاش فلو فممكن نبدا اوزع لك الفلوس ممكن نبدا على مايلستونز وكل مايلستون يبقى فيه دفعه بالظبط فبدل ما انا هخلصها في شهر يا سيدي خلصها لي في 4 شهور واديك انا فلوس على 4 شهور 5 شهور بالظبط كده وانا كل ما نخلص نعمل مايلستونز وكل ما نخلص مايلستون هديك دفعه خلص مايلستون هديك دفعه خلصنا الريكوايرمنت والكي بي اي بتاعتنا تمام خلاص تاسكات اتعملت خلاص اصبح ان انا عملت الشيء بالجوده اللي انا محتاجها ومن شخص اديته حقه وزياده كمان وفي نفس الوقت ما جاش على امكانيات بس يعني خلينا نقول ان الخبره لها ثمن طبعا الخبره لها ما احنا اتعلمنا ده لما احنا عملنا الغلط بالظبط فده طبيعي جدا بس احنا يعني بقول دايما اللي وقع في حاجه ارجوك علم غيرك يعني هو مش هياخد من رزقك حاجه ده رقم 1 رقم 2 صدقني المنافسه بتبقى صحيه جدا ده شيء منطقي سوي لا المنافسه يعني صحيه يعني مفيش ابدا اي حاجه تقول ان انت لما تبقى لوحدك في السوق ده صحي لا ليك ولا للعميل
لا ليك عشان انت مش هتطور في نفسك. مفيش حد بينافسك، فعايز تبقى في كومبيتيشن كده، في حاجه احسن ونطور ونكبر ونعمل حاجه مع بعض، وانت بتنافسني فهتاخد مني ماركت شير وانا هاخد فانت خدت مني جزء النهارده، زي مرسيدس وبي ام، زي مش عارف مين ومين. الشركات دي كلها بنشوف ان هي كل واحد فيهم بيتسابق على حاجه معينه وبيطور من نفسه، ده بيدي حاجه، ده فدي بتدي فاليو للعميل كويسه جدا، وفي نفس الوقت الشركه اسمها بيكبر بتتطور. لكن النهارده انا لو اذكى واحد في الاوضه انا مش هطور من نفسي لان انا الاذكى اوريدي. لكن لما ابقى في اوضه كلها اذكياء، لا اكيد هطور نفسي. كلنا بنطور نفسنا، وكلنا بنقرا زياده، وكلنا بنفكر زياده، وبنشوف نبهر العملاء بتاعتنا ازاي، ونوصل لحاجه ومرتبه اعلى ازاي. وكل ده في الاخر عشان خاطر يحقق الهدف الاخير بتاعي، ان احنا كلنا بنشتغل عشانه. انا عايز اكسب فلوس، عايز يبقى الربحيه عندي زياده. فالربحيه هتبقى زياده ازاي؟ بالشكل ده. هتقول لي وانا لوحدي الربحيه هتبقى زياده؟ مش لازم. في شركات كانت لوحدها في السوق واندثرت، ومجرد بس ما طلع منافس، اول ما طلع منافس ليها وقعت. كانت مستنيه ما حدش هيطلع، لان هي ما كانتش عامله حسابها اصلا. يعني لا، المنافسه في السوق صحيه. لو في مكان فيه اكتر من سوبر ماركت دي حاجه كويسه جدا، لما بيبقى فيه سوق، فبالتالي كميه الناس اللي هتيجي على المكان ده اكتر بكتير لو في واحد اكبر. ففرصه ان يدخل لي زباين المحل بتاعتي اعلى، ففرصه المبيعات تزيد اكتر. فهنتنافس مع بعض بقى بكود اخلاقي، طبعا ده المفروض لازم يكون موجود بالظبط. نتنافس مع بعض، فبالتالي انت مبيعاتك تزيد وانا وانت وكلنا. فالموضوع بيفرق. فلا يعني تقبل ان يبقى في منافس، وبعدين تقبل ان انت ممكن في وقت من الاوقات تطلع منافس. انا بفضل الله اللهم لك الحمد والشكر يا رب، دي حاجه انا يعني مبسوط بيها جدا، ان انا طلعت منافسين ليا في السوق ما شاء الله في نفس الاندستري، وهم بيقولوا كده، وانا مبسوط بده جدا، وانا كنت مبسوط وانا بخدمهم، ومبسوط ان انا بسبورت معاهم. حتى الناس اللي شغاله لغايه دلوقتي انا بسبورت معاهم حاجه زي كده، مبسوط بيها جدا جدا. اولا فتحت باب رزق في ميزان حسناتي طول ما هو شغال، والناس اللي فيه شغاله. ثانيا الناس دي النهارده بقوا سبورت ليا. ما هو لما كبر النهارده بقى سبورت ليا في اي حاجه، وبقى بيرجع لي وبقى واخدني ان انا الكبير بتاعه، ولما يبقى في مصلحه ممكن يكلمني فيها. فاصبح ان انا النهارده كسبت حد في ظهري ساندني، بيجيب سيرتي بالخير في ظهري، لو في حاجه اكبر من حجمه بيجيبها لي. فاهمني؟ وكذلك الامر انا لو عايزه حد بيتمنى لك الخير، حد بيتمنى لي الخير لان انا ساعدته. بالظبط. فسمعتك في السوق بتبقى وسط المنافسين بتوعك محترمه وكويسه جدا حتى مع العملاء. فلما يجي العميل يسمع من منافس بيتكلم عنك بشكل كويس، اكيد انت التراست بتعلى اكتر. بالظبط. فدي حتى على المستوى السوق ومستوى البيزنس حاجه قويه جدا. فلا، اللي يطلع عايز يذاكر، عايز ساعده الناس، مش هاخد من رزقك حاجه، ده اولا. ثانيا دي حاجه صحيه. شكرا يا كريم. العفو حبيبي، انا جاي لك منافس قريب. ده يا نهار ابيض، ده انت تنور. نور الدنيا والله. ربنا يبارك فيك. يعني والله انا مبسوط جدا والله يعني انا بعيدا عن الجو انا مبسوط والله بجد. فكره ان دايما اللي بيتكلم يبقى حد جاي من الاوبريشن او جاي من الصنعه بايده واشتغل فيها، بتبقى حاجه كويسه. يمكن دي اول مره اتكلم بره ان انا تعالى نعمل ديزاين، تعالى نتكلم يو اكس، تعالى نتكلم كذا. فانا كنت حابب ابدا سلسله زي كده معاك انت حقيقي يعني. انا سعيد جدا والله، اتشرفت بيك، وانا شهادتي فيك مجروحه بعيدا عن اي حاجه. يعني اتمنى ان يكون وصل للحته دي، يعني يبقى يعني ان شاء الله تكون مبسوط معانا في الجزئيه دي، وتكون نوعيه الحلقات دي باذن الله تكون مختلفه عن الحلقات اللي فاتت. ولو وصلت لحد هنا فشكرا ليك، واشوفكم على خير ان شاء الله.